طيب، اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست حنيكه سينمائيه فارغه، البودكاست اللي بيقدمه اتنين حناويك. ازي حضرتك يا استاذ نصار؟ اهلا يا باشا. اخوي بص خد بالك، دي ايدنتي ما ينفعش تروح مننا. لا 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 البوسه لا دي لا، مهمه. دي موجودة على طول. طبعا. بودكاست حناجة سينمائية فارغة. ليه اسمه حناجة سينمائية فارغة؟ لأن احنا اتنين حلويين جايين ننظر ونتكلم في أي حاجة عجبانا أو مش عجبانا في السينما في العموم، وبالأخص المصرية، في أغلب الأوقات بتبقى المصرية يعني. ولو أنت شايف إن رأينا ملوش أي معنى، لو أنت شايف إن احنا بنحقد، لو أنت شايف إن احنا يعني جايين نتكلم، فانت صح فعلا. احنا بنحقد، وانا كاره، وانا حاقد، وانا مين عشان اتكلم؟ وكل واحد طلع له صوت، واي كلب، انا الكلب اللي بقى اي كلب بيتكلم هو انا. نصار راجل، لا نصار عشان ما انا بحب. جات لي المهم ما كتير، علينا. جات لي كتير من الكومنتس بتاعت مين دول، انت مين يا ابني، انت ايه يا ابني، يا الحاجات باشا، دي. واحد معدي، والله واحد معدي. اه المهم انا واحد معدي، انا ولا صورني. حاجه، في فاهم واحد قال لي قصدي؟ صورني يا ابني عشان ابقى ايه، صورني يا ابني عشان ابقى مؤمن. شفته. اه شفت وجات لي كومنتات برضه مستفزه عندي شويه، بس يعني خلاص. انا خد بالك، انا جدتي، انا جلدي تخين قوي في الحاجات دي. انا جلدي تخين، انا حلوف يعني، فاهم؟ ده اصل انا استنى. تعرضت للتنمر كتير قوي في حياتي، فاللي هو لا، في احسن من كده يا معلم. بوليت في بروف. احسن من كده. يعني لا، في حاجات كتير انت يعني، يلا ما علينا. استنى، ده في شوية المهم حاجات النهاردة ايه فل. والله. المهم استاذ نصار، انت عارف ايه احلى حاجه في البودكاست اللي احنا بنقدمه ده يا فندم؟ ايه يا فندم؟ او ايه احلى حاجه في البودكاست في العموم؟ ايه يا فندم؟ هو نفس احلى حاجه اللي انا بحبها في الشغل من البيت في العموم، ان انا ممكن ابقى قاعد من فوق محترم فشخ، من تحت قاعد بالبوكسر. ما هو عامة، هو لو عادي حد جدا. شاف المنظر اللي انا شايفه في الزوم بره عن المنظر اللي في الكاميرا. سيبك من المنظر، انت توضح انت شايف ايه، عشان دلوقتي ممكن اه والله يتفهم غلط. يعني لا 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 يعني مهندس. يعني انا من فوق لو تاخد بالك اللي بيطلع في الكاميرا هو التيشيرت وبتاع مش عارف ايه، انت شايفني من اه تحت صح؟ انت لاقط يا ابني والله العظيم انا في السويت بانس الشغل، وبتاع. انا ما واخد بالي. يا ابني والله العظيم انا في الشغل، الجو عندي برد، وبقوم البس يعني، فاهم؟ بقول اللي هو لا، انا مش هقعد بنطلون مخصوص عشان بس اللي هو ابقى قاعد بتكلم في الميتنج بقميص وبتاع، ومن تحت قاعد لهم. يلا ما والله مخصوص، الجو برد فشخ، درجه الحراره عندي 2 اساسا، امتلك في خاتم يعني. ما علينا من الفخيه دي. انا نبدا، عايز اقول حاجه مهمه، اللي بنقولها كل مره، اللي هنفضل نقولها على طول: المقاطعه شرف، المقاطعه واجب، المقاطعه مش حريه شخصيه، وانت مش شخص جامد فشخ لو بتقاطع، انت تبقى شخص يعني بعد رمضان هنقول انت مش تبقى شخص وحش، تبقى شخص وحش لو انت مش مقاطع، لان انت يعني لو انت شخص مؤمن بالله، فانت هتسأل في الاخره عن مالك، وانت انفقت مالك في ايه. ولو انت يا سيدي مؤمن بالطبيعه، فيعني الناس يا سيدي بيطلعوا كربون، انت فاهم؟ بتطلع كربون لو انت اي مؤمن حاجه من بقانون كل داروين النواحي. فحتى داروين يا ضدك دلوقتي. يا باشا، لو مؤمن باي حاجه في الدنيا، كل حاجه ان شاء الله تكون بتعبد بجلدة حنفيه، يعني انسان ايا كان انت ايه توجهك، كل حاجه ملهاش مطلع. فيعني انت تبقى شخص مش مظبوط لو انت مش مقاطع الحقيقه، لان احنا بنتكلم على حاجات زي بيبسي وشيبسي ما علينا. المهم نخش في موضوع حلقتنا النهارده. تعالى. الاستاذ نصار عام مش عايز يعرفني احنا التايم لاين هيمشي معايا ازاي، وده موترني جدا، لان انا ببقى مش ان كنترول، ببقى مش يعني. تعالى. اتفضل يا استاذ نصار، تعالى. خد المايك يا فندم. تعالى نبتدي كده باوفر فيو حلو قوي عن النص التاني من رمضان. النص التاني من رمضان من وجهة نظري مش حلو ببساطه، يعني سيمبل. يعني ليه ببساطه؟ لان النص الاول انا فاكر انا وانت واحنا بنتكلم، وانت تتفرج على ايه، انا بتفرج على كذا وكذا، طب وكذا، لا مش لاقي له وقت، طب انا بص هكتفي بالاربعه دول، والخامس ده مش عارف اتفرج عليه امتى، انا عايز اكمل كذا بس مش لاحق بتاع. انا فاكر ان النص الاول من رمضان لو فتحنا الاوبشنز اللي كانت متاحه، يمكن كان متاح قدامي 6 مسلسلات عايز اكملهم. في النص التاني من رمضان انا هم 3 اللي بتفرج عليهم. واحد مكمل من النص الاولاني هو الحشاشين. التاني اعتقد انا وانت متفقين ان هو الافضل في النص لا ما التاني. تحرقش ما تحرقش ما تمام. تحرقش. التالت هو المفاجأة اللي انا شايلها لك النهارده. عايز اتكلم بس عن ايه؟ شوية. هقول لك ايه؟ عايز ابتدي بس بحاجة صغيرة. استنى، ما هو انت هتفاجئني في ايه؟ ساعة محمد هبتدي. سامي خلصت. لا هبتدي ما بيها اعتقدش تامر حسني بس. تعمل مسلسل. قبل بس ما نبتدي، يعني تعالى نرجع بسرعة كده لحاجة صغيرة في النص الأولاني، وهي النهاية بتاعت مسار إجباري. احنا قلنا إن احنا هنجيب سيرتها، هي مش مستاهلة الصراحة، هي نفس الكلام اللي قلناه على النص التاني، هي النهاية مكملة معاه، النهاية مش أحسن حاجة في الدنيا. تعالى نتكلم عن المسلسلات اللي احنا مش هنكملها. وممكن نبتدي سريعا كده في مسلسل انا ما ابتديتوش، فده لسبب مهم قوي، هو مسلسل مليحه.
انا سمعت ان هو كويس، او مش سمعت ان هو كويس، سمعت ان هو بيتكلم عن القضيه مش عارف ايه وبتاع، ويمكن ده السبب ان انا ما اتفرجتش عليه. انا حسيت ان هو هيكون حلب للموضوع، كان من انواع الترند او حاجه كده. انا مش حاسس ان الاحداث اللي احنا بنشوفها ممكن يعني عارف اللي هو ايه، انت ممكن تقدم لي فيها اي حاجه جديده وممكن تقدم لي فيها اي حاجه مفيده. انا خايف وانا هنا بدعي ما شفتش المسلسل، لا يكون المسلسل اللي بيهوب على ترند او حاجه زي كده. وكنت عايز اسالك، هل انت شفت مليحه؟ انا ما شفت. انت عايز اقول لك انت مدخلني في حاجه، انا هقول كلام يا اما هيعمل لي مشاكل كبيره لا 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 جدا. لا, لا. انا ما شفتش، بس انا بسالك، يعني انت شفت؟ يعني عدى عليا لقطات كده، واللقطات دي كانت في محلها ان يعني انا مش، يعني بقول حاجه بجد بجد. يعني انا اسف ان انا اقوله دوت، بس اعتقد ان هو يعني اي حد فينا بقى كعرب، اي حد فينا كبني ادمين في الدنيا باللي بيحصل دوت، عايز يقول ان هو واقف مع الناس دي، يبقى لا مؤاخذه بيستعبط على نفسه. يعني مع انا اسف يعني فالمسلسل انا حاسس يعني من كام لقطه شفتهم، حاسس ان هو في تجميل. هو مسلسل داعم جدا للقضيه من اللي انا شفته برضه، بس امم حاسس في تجميل لحقيقه. يعني اذا بوليتم فاستتروا، احنا خلاص ما خلاص حدش خلاص فينا عارف يعمل خلاص حاجه خلاص خلاص خلاص. كمنظمه وكدول. ف معلم فهمتك. ابوس ايدك، حط انت فهمت انا عايز اقول ايه. لا لا معلم لا ابوس ايدك، حط التين لسانك في بقك وحط خلاص. دماغك في انا الرمله انا واسكت. انا انا ما دخلتش نفسي في التريب ده. انا كنت بدور هل حد، انا ما شفتش اي حد دلوقتي حد قال مثلا على مليحه ان هو مسلسل فيه حاجه او اي حاجه، فانا ما ابتديتوش. على الناحيه التانيه كنت عايز ابتدي جودر. انا شفت منه حاجات على فكره، في حاجات في كذا لقطه انت مش عارف انا فاكر اسمه صح ولا دياب عامل شغل كويس فيه، وشفت ودياب ممثل الاغنيه فيها شاطر. رمزيات كويسه وكل حاجه. اه، اصحاب بس الارض. برضه زي ما قلت لك نرجع لنقطه ان يعني يعني بس خلاص 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 اكتب خلاص. يعني انت فاهم انا خلاص. عايز، انت فاهم انا ليه مش عارف اتكلم في براحتي الاول وفي يعني، الاخر، عيب يعني. هو حكم منتقص لان محدش فينا شاف المسلسل. انا الحاجه التانيه، في مسلسل تاني برضو انا كنت متحمس له، هو جودر بتاع ياسر جلال. وانا فعلا كنت داخل اتفرج على اول حلقه لحد ما وقع قدامي مشهد وهو بيكلم الوزير وبيقول له البنات خلصت، قال له لا ما خلصوش يا مولانا. لا سوري، بيقول له البنات خلصت، قال له سمعت ان في بنتين، قال له البنات يا مولانا وبتاع. بعدين حسيت ان الموضوع واخد شكل كوميك شويه. بعديها النهارده قلت ايه، طب ما تديله فرصه. فتحت لقيت مشهد برضه في وشي، وياسمين رئيس بيقول لها اللي حصل امبارح ده مش هيحصل تاني مش عارف ايه وبتاع. فانا حسيت ان الدنيا واخده شكل فانتازيا، انا ما كنتش عايز اشوف المسلسل ده بالشكل ده، فبرضه ما اعرفش، بس ما ابتديتوش. اتشائمت من اللقطه دي. الباقي كله بجد مش محمس اطلاقا للفرجه عليه. اللي خدت فيه شوط حلو وشفت منه حلقتين كان خالد نور ولد ونور خالد، والصراحه ما خيبش ظني، زي ما قلت لك محمد امين بره الدارك كوميدي مش ملعبه اطلاقا. تمام. انا استنى انا مخيل عليك كم كتير يقولوا عليه لان انا شفته كله، فيعني ايه ده، ايه. انت مكمل؟ انا مكمل فور ذا سيك اوف ان ايه، ايه اللي هيحصل؟ ان انا عارف انت، لا يعني عايز لما اشتم بقلب مفتوح. طب انا عارف هقول انت لك. بس اللي هو انت كملت كملته الاخر طب وحش فاللي هو عايز استنى. انا هقول لك الانبوت بتاعي سيبه على اول ده. حلقتين، وانت خش على طول كمل من هنا. دي نقطه بدايه لذيذه قوي. انا الانبوت بتاعي على اول تمام. حلقتين ان في هو اي مسلسل. مسلسل تاني قبل ما نخش على خالد نور ولد ونور خالد، في اي مسلسل تاني شد انتباهك؟ لا، دي بقى المشكله. ده الطابع بتاع النص التاني كان كبوسترات في الاول. ده واضح النص التاني هيجي جامد. بعد كده لما تيجي تشوف المشاهد اللي نزلت، الانبوت اللي بيتقال، الحاجات دي كلها، الحاجات اللي تفتح، طب اشوف التريلر، طيب جايزه تشد، طب افتح اشوف اول هو حلقه. في ايه نزل اصلا؟ هو في ايه نزل في يعني؟ كتير، انا في انا فراوله. وانت، هقول لك على حاجه، في انا وانت فراوله. فراوله. بقينا اتنين بتاع برضو شفت منه مشهد حسيت ان ايه يا جماعه السماجه دي. بقينا آه اتنين، ده اللي هو بتاع آه يوسف عثمان، اللي هو فيه يوسف عثمان صح؟ اللي هو فيه، هقول لك، اللي هو بتاع بتاع شريف شريف منير منير. واسمها ايه. في يوسف في يوسف. ما حسيتش ان احنا رايحين على حته كويسه خالص. نزل زي ما قلت لك بقى مليحه والحاجات دي كلها و... وجودر والكلام ده كله. لا الريتم في النص التاني محبط جدا لدرجه ان انا دماغي وزتني كذا مره. ما ترجع تشوف اللي فاتك، لولا بس ان التيك توك حرق النهايات بتاعتهم. انا كنت احب ارجع اتفرج على بابا جه، بس للاسف مشهد كيف بابا جه اتحرق ودي حاجه مضايقاني. انا كنت احب ارجع اتفرج على نسبه مشاهده. دول مسلسلات عاده بدل البهجه دي، 3 مسلسلات فاتتني. لو كانوا موجودين في النص التاني كان وزنوا الدنيا قوي. انا تمام. اختلف معاك، انا بصراحه مش مستعد اتفرج على نسبه مشاهده بصراحه. بالعكس، انا على نسبه مشاهده يمكن احنا ما خدناش فرصه نتكلم عنه، مش عايز اتكلم عنه دلوقتي عشان هو عدى. بس على نسبه مشاهده، انت شفت اول حلقه او حاجه؟ اول حلقتين. يعني شفت مشاهد لا 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 برضه، لا شفت لا لا لا, لا. مشاهد ما وعندي تشوفه. حاجه، عندي
يا اسطى قصه حلوه كل حاجه، بس اتفرجت. لا، يعني أنا شفت اتفرجت. مشاهد نسمة الكاريزما انا مش لا لا، مستحملهاش الصراحه. سيبك من التمثيل في حد ذاته، كبعض الاداءات اللي هي بتاعت اما انا بتفرج على فيلم، بتفرج على مسلسل، يعني لا سيبني من لا لا، التمثيل. استنى بس. مش ما أنا سيبني من ماشي الأداء. ماشي، التمثيل عليه كلام، ما انا عنديش بتكلم مشكله. عن البطله يعني، فاهم؟ ما بقول لك التمثيل عليه كلام، ومش برضه مش بقدر السودا لما تيجي تتفرج. انا اتفرجت على اول 3 حلقات من على نسبه ممكن. مشاهده، وبجد كنت عايز اكمله. على نسبه مشاهده، اخراجيا حلو قوي، كريتم حلو قوي، ك كديكور وسات ديزاين وامبيانس والحاجات دي كلها معمول بشكل حلو قوي. كتصوير كويس قوي، الفريمنج اللي معمول وطريقه التصوير من الحاجات الحلوه قوي اللي شفتها في على نسبه مشاهده من اول كام حلقه. ان هم عايشين في بيت صغير، مش عايشين بقى يقول لك البيت الضيق اللي احنا عايشين فيه، لا، هو اختيار العدسه واختيار الكومبوزيشن واختيار شكل تكوين الفريم هو اللي بيحسسك بالخنقه. الفريمز اللي موجوده طول ما هم موجودين في البيت والحاجات دي كلها في اختيار. على نسبه مشاهده مسلسل كويس من اللي انا شفته اول 3 حلقات، ومن الفيدباك بتاع الناس لما كمل واضح ان هو كان حاجه كويسه، وانا زعلان ان انا ما كملتهاش. النص التاني بقى ما فيش خالص. فلو هنبتدي بنور خالد بخالد نور ولا نور خالد، انا شفت اول حلقتين. من اول حلقه في تو ماتش اكسبوزيشن. طول ما احنا ماشيين، يا ابني اللي خدتك من الملجأ لما ايه يا جدعان يا جدعان بالراحه شويه، تمام؟ مش لازم تخش تحدف لي السكريبت في وشي. بس ماشي، احنا كوميدي، انت هتحدف لي السكريبت في وشي، تعالى نضحك. ايه السماجه دي؟ سكه بقى من الاخر. ايه السماجه دي؟ الموضوع السمج. طيب بلاش الضحك يا عم. هل الريتم، هل ده مسلسل شغاله جنب انا معترض على كلمه سمج، لان انا حاسس ان انت بتسمج دي يعني واسعه قوي. انا عايز اتكلم عن انا شفت انت عارف ان انا بحب، انت عارف ان انا مهتم جدا وبحب جدا فكره كتابه الكوميدي، وبحب جدا فكره تشريح النكته، تشريح الافيه، النكته بتيجي منين. ف يعني زي ما كنت بتكلم انت كنت بقول اي حد طالب ساوند ديزاين يتفرج على ده ما يعملش زيه، اي حد بيحاول يعمل ستاند اب كوميدي يتفرج على المسلسل ده وما يعملش كده في النكته بتاعته. المسلسل لو في ايده نكته حلوه بيبوظها. ما سمج، ما ده ديفينيشن بالنسبه لي، ان انت الكوميديا بتاعتك سمجه من الاخر، هي ما بتضحكش. انا بفضل باصص لها كده وانا شايف انك عمال بتبني في افيه. الصوت لا 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 الصوت مش طبيعي. انا كنت متضايق، كنت بشتكي لك من الموسيقى بتاعت اشغال شقه في الاول، وبعد كده قلت لك خلاص ماشي هعديها. لا ده والله العظيم ما قادر استحمله. ده طول الحلقه طول الحلقه اكني بتفرج على لوني تونز. والله العظيم باجز باري لما كان بيجي يتكلم في لوني تونز كان ساعات بيوقفوا الموسيقى عادي عشان يعني مش هنفضل شغال على بطال فيها يا جدعان. الواد اللي هو البتاع بتاع بيب اللي كان بيطلع يجري ده، والله كان ساعات بيوقف الميوزك. سيبك بقى من كل ده. انت بتقول لي انت فاهم ان انت بتستخدمها بشكل مقرف، بشكل اشبه يعني مش عارف اقولها ازاي، اللي هو ولا في هنا افيه بانك مش واخد بالك ده المفروض افيه، فلو تكرمت يعني ذوقي معاه الدنيا وابتسم. ممكن اقول لك على حاجه تانية، حاجه مؤذيه قوي. المسلسلات الكوميديه عاده في منها اللي بينزل تحت طاوله اللايت، اللي هو انت ما بتضحكش منه بس الدنيا شغاله. من الحاجات المهمه قوي هو ان الريتم يكون كويس. انت بتحكي بسرعه، تمام؟ وهنا المسلسل ده اثبات مهم قوي على ان سرعه الحكي مش معناها الريتم كويس. انت بتحكي بسرعه والريتم من اسمك ما يكون. برضه انا مش شاري الريتم بجنيه يا جماعه، الريتم وحش، الحلقه ماشيه بسرعه جدا وفي نفس الوقت مش عايز اكمل. انا مش قادر اكمل فرجه على الحلقه. زي ما بقول لك كوميديا مش حلوه، الريتم مش حلو. طب انت بتعمل ايه؟ طب انت جاي تعمل ايه؟ حوارات. طب تعالى مواقف كوميديه في الكوميديا مش لذيذه. ايوه جاي لك بقى. بص تعالى هقول لك حاجه. لما نيجي نتكلم بس ديسكليمر، لما نيجي نتكلم عن النكته او تشريح الافيه، فاحنا عندنا النكته دي بتبقى محطوطه في الاول في قالب البريمس، القالب اللي العالم بتاعنا بيدور فيه. عارف انت لما تيجي تقول نكته فبتبدا تقول مره واحد صعيدي، ده القالب بتاعنا ان احنا في عالم البطل بتاعنا فيه واحد صعيدي هيعمل ايه. انت كده بتبدا تفرش الشيطان بيوسوس له، فاهم؟ انا مش عارف اقول نكته بايخه قوي دلوقتي بس انا بحاول اشرح مش بحاول اضحك. الشيطان بيوسوس له، ادي كده انت يعني ده ريفرنس فرشه وتلاته بيفهموه مثلا، فاهم قصدي؟ انت بتحاول ايه، ده البانش لاين. فانت بيبقى عندك قالب القالب دوت بيدور جواه الفرشه اللي بتوصل له. انت قلت واحد صعيدي الشيطان بيوسوس له وتلاته بيفهموه. المهم نو اوفنس لاي حد صعيدي. هو احنا حتى بتبقى فيها اوفنس ماشي يا ابني، كل حاجه بقى فيها اوفنس اليومين دول.
مش قصدي لا انا مره الراجل اللي مش ما علينا. ماشي كنت هحاول اعدلها دلوقتي، كنت ابوظها خالص. ماشي الحمد لله اوكي. مسكت نفسي. المهم يا ربي انا متخيل الكومنت اللي هيخش يكتب لي السعاده دول ارجل منك وارجل من هواي. ما بقول لك كل حاجه بقى فيها حساسيات والله اوفر. على راسي، المشكله والله على راسي. انا جيت اظبطها دلوقتي كنت اقولها اوحش بكتير برضه. والله على راسي، والله على راسي، والله يا جماعه انا قصدي والله على راسي. المهم مش تخيل ان انا وصلت لمرحله ان انا محتاج اقعد يعني ما علينا. المهم ده تشريح النكته. لما بنيجي نمسك في عمل كوميدي الموضوع بيطلع من مجرد نكته بتتقال، فهيبقى عندنا قالب العالم بتاعنا. والقالب دوت بيبقى فيه مواقف، والمواقف دي بيبقى فيها كاركترز، والمفروض تبقى الكاركترز دي اللي بتطلع النكته. فاهمين قصدي؟ والكوميديا زي ما قلنا 100 مره هي مبالغه. الكوميديا في اساسها هي مبالغه في حاجه، مبالغه في غباء شخصيه، مبالغه في غرابه شخصيه، مبالغه في مش عارف ايه. هي دي الكوميديا. تمام. مش بالظبط الكوميديا بس حتى ماشي. عندك ده شخصيتين نوع فيهم من أنواع مبالغه يعني اغلب الكوميديا مش يعني عايزين برضو نخش في يعني تفاصيل، برضو احنا مش انا جايين انا انا ندين. انا معاك في حته مهمه قوي. انا قعدت فتره طويله من حياتي بذاكر حاجتين، الكوميديا والرعب، لان هم بالنسبه لي اكتر اتنين تشالنجينج في الاخراج. الكوميديا نوع منها مبالغه، ليها انواع تانية. لو عايز تعلم مش عايزين الانواع دي نخش في كلها details. شوف اللي حصل في خالد نور وولاد نور خالد واعمل غيره. اي حاجه تانية براها دي كوميديا ده يحصل خالد نور وولاد نور انت خالد بتسرق مش الافيه كده. بتاعي. بسرق الإفيه بتاعك. ماشي يا عم. بسرق يا الإفيه عم في بتاعك. بيتها يا عم، يا عم في بيتها يا عم. بس هي المهم في مكانها قوي ان هي تتقال دلوقتي. وفي بيتها برضه ولا يهمك. ماشي. المهم يا جماعه نمسك بقى خالد نور وولاد نور خالد. تمام. انا عايز ادي مثل كويس الاول، معلش انا هطول شويه في الموضوع ده، بس انا عايز ان انا حاسس اوصل للناس هو ليه انا شايفه بايخ قوي. عايز مثل كويس. نمسك بوحه بسرعه كده. بوحه القالب بتاعه عبقري، واحد رايح يدور واحد بكاركتر غريب جدا، في مبالغه في كل حاجه تقريبا في الكاركتر دوت. القالب بتاعه ان هو رايح في بيئه في مجتمع غريب جدا، جزارين وبتاع ومش عارف ايه، ومحروس الضبع عايز يوصل لكذا وهو بيدور على فلوس وبتاع. والنكته بتيجي من طبيعه شخصيه بوحه اللي محطوط بين اللي هي مش فاكر اسمهم ايه، البنتين والمعلم اللي هو كان حسن حسني، ومع دول شويه ومع دول شويه، وبيحصل بقى مواقف، ومواقف كلها بتيجي بشخصيه بوحه. فاهم قصدي؟ بقى يعني فيلم بوحه اعظم من اللي انا بقوله بكتير قوي. فيلم بوحه هو اعظم فيلم، يمكن يكون من اعظم فيلم كنت شفته في حياتي، بس انا بحاول اوصل الناظر اللي مش عارف ايه كل الكلام دوت. القالب بتاع خالد نور وولده نور خالد القالب عبقري، قالب حلو، قالب حلو قوي. قالب يعني قالب بطبيعه الكاركترز يطلع منه كوميديا قوي. هل احنا بقى المخرج محمد امين والكاتب محمد عبد الوهاب اللي هو كان في اشغال شقه واللي هو في الحشاشين، هو ده تاني هو الكاتب ومعاه حد تاني، مش انا اسف لو ناسي الاسم او مش متاكد من مظبوط هو المعلومة. فعلا اللي هو هل يحيى. طلعنا من القالب دوت اي كوميديا او اي مواقف كوميديه كويسه، ولا الكوميديا كلها يعني مبنيه على ان بنطلع من مكاننا من القالب دوت ونقول نكته كده في ستاند اب كوميدي؟ يعني احنا بنطلع بره القالب ونقف نخترع موقف اللي هو ايه، سامي مغاوري ما انا بسحب الصخره بس انا هصخر لك. احنا طلعنا المشهد ده اصلا انا كنت عايز استشهد بيه في وحشة الكوميديا. المشهد ده بيقول ان انت مملط، انت يعني انت بتلجأ لحيل يعني وحشه قوي في الكتاب علشان تحاول تطلع منها كوميديا. فاهم قصدي؟ وبنخش بقى في حاجات انت بعد كده ما كملتش، ده بعد تاني حلقه احنا كده بنخش بقى في مش عارف الشارع اللي وراه والجو، يعني فاهم قصدي؟ دخلنا في حاجات كده، فاهم؟ والله مش متوقع كمان حد يقول له اعمل لك محضر ابن فجر مثلا، حاجه هتيجي في هو حرفيا قال له قال له الشارع اللي وراه، والله ما بهزر. خلاص. والكوميديا كلها عايز اقول حاجه، شيكو بقاله كتير قوي ما خدش في الكوميديا. شيكو من ساعه قلب امه وانا مش فاكر له اي حاجه كويسه عملها كوميديا. مع ان شيكو في قلب امه بروميسنج بطريقه. شيكو في قلب امه مش طبيعي. انا عايز اقول لك ان هشام ماجد بقى في قلب امه ما هو الا هشام ماجد في اشغال هشام ماجد عامه مايسترو قوي في الكوميديا. تقريبا انت قلت لي الجمله دي هي بدايه عليه قوي. هو راجل بيعزف هشام ماجد. هو هشام ماجد يا باشا دي بروين لوكا مودريتش بيحب يباصي. خد ارمي هشام ماجد مش طبيعي. شيكو في قلب امه ما بيصدق حد يديله حاجه، وكان واخد فورمه شيكو في زيدان قلب في بروسيا امه دورتموند.
شيكو في قلب امه، لا مش هداف، شوف قلب امه بيفرش لنفسه ويرمي الافيه، شوف قلب امه ما كانش طبيعي. ده لما كان بيلاقي، عارف اللي هو ايه، هو كان عنده كان عنده هشام ماجد، وكان عنده التاني اللي هو كان عامل الاسيستنت بتاعه، اللي هو كان بيقعد يقول له يا كبير مش عارف اللي ايه هو كان وبتاع. بيقعد تمام، يا رياسه ولا شوف بتاع. قلبه فاكر مع فبعدين فاهم. لما كان بقى ما بيلاقيش حد يفرش له الافيه، انا فاكر كان بيفرش افيهات لنفسه، يبقى قاعد مثلا بعدين بيخيط ايه اللي بتعمله ده مش عارف ايه وبتاع، وكان بيطلعها. وكانت حلوه، سبحان الله النهارده وكانت حلوه. شيكو وهو في المشهد اللي بقول لك عليه بتاع سامي مغاوري ده، وهم قاعد بيرياكت على سامي مغاوري بيعملوا، على فكره المشهد ده كتابيا لو فكرت فيه هو مش اسوأ طريقه انك تبني كوميديا. انت جايب حد يسجل صوت، وبعدين هو بيعمل حاجات غريبه في التسجيل وبتاع، احنا هرينا بس فيها اكتر من اللازم، ما طلعناش فيها اي حاجه تبدو يعني مثلا عارف اللي هو ايه، هو بيعمل صوت وصوت التاني، خلاص يا جماعه مش فرص ضايعه، فرص ضايعه، وفي نفس فرص ضايعه الوقت كتير قوي. شيكو على الناحيه التانيه انا مش شاري شيكو بيلعبوا يعني، اللي هو في حاجه مش مظبوطه. ده مش شيكو بتاع قلب امه، ده مش شيكو بتاع، لو فاكر شيكو بقى بتاع ورقه شفره، كان بيقول لك يا الاقصر واسوان دي بلد واحده. لا انت بيقول لك يا شربيني، وانت عارف ان انت ده شربيني انا بس. ايه يا جدعان فين شيكو؟ اقول لك حاجه يعني هتضحك. اقول لك حاجه، فين ده شيكو والله؟ بتاع ده شيكو بتاع اللعبه 2 و3 و4 اللي هم مواسم زي زفت من اللعبه. هو اللعبه جدعان اول موسم وبعد كده خلاص أوكي. مخيش. أنا انا ما شفتش اسف اللعبة، اللي ما محبين اتفرجش على اللعبة. اللعبه مسلسل مخيش. انا ما ده شيكو اتفرجش بتاع على اللعبه اللعبه، فما اعرفش الصراحه. ده شيكو بتاع اللعبه. انا عايز اقول لك على حاجه، اللعبه مسلسل عامه يعني لو شلنا منه محمد ثروت خلاص هو ما بيضحكش، هو بجد ما فيهوش اي حد بيضحك غير محمد ثروت. واحمد فتحي بجد صعب صعب في اللعبه، مش طبيعي. لا في اللعبه مش يعني لا. انا لا احمد جاي. فتحي دخلت في حته مش انت عارف حتتي ان خالص انت عارف ان دلوقتي. احنا المهم هنجيب سيره احمد فتحي تاني النهارده بقى، بس ما علينا كمل. صعب تاني احمد فتحي في اللعبه صعب قوي بجد. ساعدوني. لا يا راجل، مش قادر استحمل كميه السنان وكميه تقل الدم. انا اكره معناه الغباوه وتقل الدم، وهو شخصيه فيها الاثنين مش كاحمد فتحي اكيد. انا بتكلم عن شخصيه ساعدوني يعني. طيب المهم تعالى نوصل لكونكلوجن حلو قوي ان خليني بس اقول لك حاجه في قلب ماشي. امه كمان، في قصدي في خالد نور رضا كان شيكو قايم على نفس الافيه، نفس طريقه الالقاء اللي موجود لك عاملها في اللعبه، اللي هو ايه مش عارف ايه ده، انت لو عملت كذا ده طبعا ما لازم طبعا. فاهم قصدي؟ وكريم محمود عبد العزيز برضو طالع بدور هو نفس الرياكشن. يا جدعان احنا بقالنا 7 حلقات بنلف وندور في نفس الافيه، هو لسه مصدوم في نفس الافيه. هو لسه في رياكشن الصدمه، لسه في رياكشن الصدمه. ولما خرجنا من رياكشن الصدمه دوت شويه كريم محمود عبد العزيز بقينا بنجيب شخصيات تانية تتصدم، ونخلي شيكو بيبالغ في ان هو يصدمهم، وكريم محمود عبد العزيز بيتعصب على شيكو ان هو اللي هي بس ما خلينا حد تاني بيتصدم غير كريم محمود عبد العزيز. غيرنا يا اخي، التغيير مهم. والله العظيم ما بهزر. لا انا اسف. انا في اول رمضان يعني الاستاذ محمد امين عامل يا صباح الفل، راجل عامل فيلم ثقافي اسطوري الكوميديا، بس طب بقول لك ايه، لا وحش قوي يا معلم، خايش قوي انا عندي فكره حلوه خايش قوي يعني. بما اننا بنتكلم عن مخرج قديم فقد فورمته للاسف طبعا، ما تيجي بقى ننط على مخرج قديم استعاد فورمته. خش. مين اللي استعاد فورمته؟ انا مش مجمع، انا مجمع الحد ومجمع المسلسل وناس الاسم حاجه. انا اسف انا حاجة. الاسم لسه في دماغي وتاه، تصدق مش اسمه ايه يا ربي؟ لا يعني عارف الاسم والله، ده اجيبه. ايه ده؟ احنا دي فقره كل بودكاست، الفقره اللي النصار بيروح يسيرش فيها على اسم حد عشان هو هاني خليفه افتكرت هاني خليفه هو المخرج اللي استعاد فورمته في رمضان 24. هاني خليفه بالنسبه لي كان المخرج اللي عمل سهر الليالي. بس احنا الاول بنتكلم عن واحده بدون سابق انذار. احنا جايين في السكه. هاني خليفه بالنسبه لي هو المخرج اللي عمل سهر الليالي بس. وسهر الليالي بالنسبه لي واحد من اكتر الافلام المميزه في تاريخ السينما المصريه، لسبب مهم قوي، ان سهر الليالي فيه نقطه ما بتتكررش كتير، هي واقعيه التفاصيل في سهر الليالي. طريقه الحوار، طريقه الكلام، الديتيلز اللي بتتقال، امتى بيقاطعوا بعض، امتى بيتكلموا مع بعض، الكوردينيشن بتاع الحوار عند هاني خليفه في سهر الليالي هو نفسه معرفش يعمله تاني. وكان في مخيلتي ان هي كان معاه كاتب شاطر وكان معاه كرو شاطر، وجت كده. لان انت اصلا ما تيجي تبص على كرو سهر الليالي، الكرو ده كله اصبح نجوم بعد كده، حتى منهم اللي الدنيا لطشت بتاع مش عارف ايه، اتليست بنتكلم في بوتنشال كان مش طبيعي. خالد ابو النجا اسمه ايه ده، احمد حلمي،
تمام. عندنا كمان يا ربي عندنا جوكر الموجود حاليا، واحد من احسن الناس اللي وجاب. موجودين دلوقتي، فتحي عبد الوهاب. ده الكرو اللي هو فتحي كان عبد بيشتغل الوهاب. معاه. فانت ومنى زكي والعواصم النسائيه طبعا، عواصم النسائيه وحنان طبعا ترك. ما لا يا تغفلش جدعان، عنها طبعا. الراجل واضح ان هو كان معاه كرو كتابه مش طبيعيين، فجت معاه كده. ده كان رايي في علي خليفه، في هاني خليفه. تمام. انا كنت شايف ان هو مخرج كويس، بس ده اخره ان هو لما اتحط مع كرو مميز عمل حاجه مميزه. النهارده في 2024 افتح مسلسل اسمه بدون سابق انذار لهاني خليفه. ما عنديش اي هاي اكسبكتيشنز لاي حاجه. انا فاتح المسلسل ده عشان أنا بحب اسر ياسين. ياسر ياسين، ياسر جلال. بس انا بحب اسر ياسين، فانا عايز اشوف اسر ياسين عمل ايه السنه دي. تمام. افتح المسلسل ابص قدامي، ايه ده هاني خليفه بتاع سهر الليل. صديقك ده خد بالك ياسر ياسين، اه صديقك ده قابلته قبل كده، اصدقائنا كل الناس انا دي متصور أصدقاء مع يا اسر جدعان. ياسين. انا عايز كل ابعت لك الناس، الصورة. كل الناس دي اصدقاء، انا كل شلتنا دول والله قابلته عند البنك. انا عايز اقول لك ان اسر ياسين ما اصلا انا عارف، ما انا عارف. خد بقى تقيل، اسر ما ياسين أنا عارف. ساكن جنبي اصلا. ما انا المكان الغريب اللي تساكن فيه دوت، ساكن جنبك كميه ناس بس ما علينا. كريمه المهم يا كريمه انت يا كمب. المهم يعني ان جامد. اسر ياسين بجد is one of my favorites من زمان، يعني من ايام رحيم. فالراجل بفتح اتفرج الاقي هاني خليفه في فورمة هاني خليفه سهر الليالي. تفاصيل مش طبيعيه، فريمنج حلو فشخ، اختيارات فنيه في التصوير ممكن ما تتفقش معاها كلها، بس يعني ما اتفقتش معاها تحترم ان هو اختار الاختيارات دي. اختيار فتحي لا العدسة. ما مش حاسس لا ان لا هي لا كانت حاجات مميزه قوي يا اسطى. لا مش مميزه فنيه. دي حاجه بقت مفتقره قوي في مصر، ان المخرج وهو بيحط عدسته، هو بيختار فتحه العدسه، وهو بيختار، او مدير التصوير حتى يا سيدي، مش هقول لك المخرج، ان الكرو هو بيشتغل على الحاجات دي يكون حاطط لها اعتبار فني. يا اسطى هل ده الشيء المميز في بدون سابق لا 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 انذار؟ انا جاي لك، بس انا بس عايز، انا كنت عايز ارجع واشيد بان هاني خليفه واضح ان انا رايي فيه كان غلط. هو مش راجل وان سيزون وندر، واضح ان هو عنده. بس انا حابب اسال، هو حضرتك ليه ما بتجيش تعمل الكلام ده تاني؟ يعني ليه هاني خليفه ما بيشتغلش كل سنه؟ ليه هاني خليفه مش كل سنه؟ هاني خليفه بيغيب فترات طويله قوي. ليه هاني خليفه ما بيعملش حاجات من دي كتير؟ انا ما بقولش ان بدون سابق انذار على فكره يقارن بسهر الليالي، بس بقول ان هو في طعم سهر الليالي في التفاصيل الفنيه. انت متابعه معايا؟ التفاصيل امتى بيتكلموا، امتى بيقطعوا بعض، يا عمر سيب مش عارف ايه البتاع، يا جماعه دي تفاصيل. هقول لك على حاجه. ده الكوردينيشن بتاع هاني خليفه. تعقيدات الشخصيات، تعقيدات العلاقات بين كل شخصيه والتانيه. رجع فيها كتير. يعني كل شخصيه مش شخصيه واصله، يعني مش ده أيوة. واصل بمراته واصل بمراته، لا ده واصل بمراته، ده واصل بمراته، وده الشبكة. واصل بمرات ده، وده واصل بمرات ده، وده الواصل مش- بده، مش ودي عايز واصله أنكر- فاهم؟ مش عايز شبكه أقول عنكبوت لك- كده. مش عايز اقول دي في هاني خليفه، لان دي ممكن اقول لك فيها كاتب. انا بكلمك على اللي بيورلي شغل انا هاني عايز اقول خليفة. لك حاجه مهمه جدا. آه. افصل كاميرتك ونرجع تاني تعال. دقيقه واحده. نعتذر عن العطل الفني الفقر. المكرر بتاع الحمد كل لله على مره. ايوه الفقر. عارفه. والحمد لله على الفقر والجدعنه، مع ان شاء الله نختني ونجيب كاميرات بتسجل اكتر لا من لا لا نقطة هو ونص عامة ساعة. هي مش مشكلة الكاميرا أصلا، لقيت لها حل بقول لك عليه، بس محتاج تظبيط يعني. طب المهم يا ريت والله. مش المهم. المرة دي. المهم يعني ان زي ما كنت بقول لك انا مش دلوقتي مش عايز اتكلم عن الكتابة، هاجي لهم دلوقتي، بس انا قصدي عايز ابتدي باللي بيورلي 100% محدش يقدر يارجيو ان ده شغل هاني خليفة. ده شغل مخرج، كوردينيشن، اختيارات ممثلين، رتم حلقات، امتى بقى في الحلقات، امتى ما بخلي الحوار شغال، الكاميرا بتاعتي محطوطه فين، الفوكس بتاعي على ايه، هحكي قصه مين دلوقتي من القصص اللي شغاله دي كلها، هنط من مين على مين. ده كله فيه كتير من طعم سهر الليالي. طريقة الحكي اللي بتيجي في كل أول حلقة وبتعتمد على فلاش باك في أول الحلقة بيرتبط باللي بيدور في الحلقة دي ذات نفسها. وبقول لك ايه، فاهم قصدي؟ انا جاي مش لك لك بقى، عشوائي. انا جاي لك بقى بنقطه مهمه جدا بقى. بس اقفل بس دي بسرعه. كل ده يا جماعه بيدل ان هاني خليفه الراجل قادر يرجع يكرر اللي هو عمله تاني قبل كده، وما دام اللي انت عملته قبل كده بيكرر من جديد، ده معناه ان انت تقدر تعمله تاني وتالت ورابع. انا عارف ان عملها هاني خليفه مش كتير، بس باللي انا شايفه النهارده اتمنى ان هي تكتر، لان واضح ان هو ليه طعم خاص في الحاجات اللي فيها قصص معقده او فيها كذا دايمنشن لكذا شخصيه. ودي حاجه احنا مفتقدينها جدا في السينما دلوقتي. الحاجات الدراميه اللي فيها تعقيدات شخصيات، اللي فيها كل الكلام ده كله في السينما مفتقده بنسبه كبيره. ولو هاني خليفه هيرجع يلعب اللعبه دي، انا اول واحد هحجز تيكت السينما، واعتقد ان غيري كتير هيحب يتفرج على حاجات زي كده. لو هنيجي بقى نتكلم في بقيه التفاصيل، الكتابه اصلا، كروك كتابه كله حابب اديله اكبر شابوه يا جماعه. الكتابه بجد حلوه، كتابه منطقيه، ما فيهاش افوره، ما فيهاش اي جمله مش راكبه. الكتابه سيمليسلي من احلى الحاجات الموجوده في المسلسل. اداءات التمثيليه، عائشه بن احمد من الناس اللي اسمها عائشه بن احمد صح؟ انا عائشه احمد سوري. ما تقلقش عشان بن أحمد. ايه بن احمد؟ انت جبت لي الصح. اوكي طيب. بالنسبه لي عمري ما حسيت ان هي ممثله وبتاع مش عارف ايه، لا الست عامله شغل كويس الى اقصى درجه.
زي ما لا انت قلت كويس، لا كويس. انا قلت كويس، انا ما بعدتش. تمام. آسر اصل ياسين لما كويس لاقصى درجه دي كويس. يعني في اعلى درجات الميديوم. اللي هو ايه، اللي هو الست مش عظيمه بس هي ماشيه كويس، انفعالاتها كويسه، تعاملها مع حاجات كتير معقده. خد بالك هي محطوطه في موقف خليني معقد. اقول خليني اقول انها ما عملتش حاجه لو تخليني اقول ايوه اوف بقى احنا يا قلنا دين كويسه، النبي، بس ما عملتش حاجه برضه تخليني اقول يعني اللي هو الموضوع بس يعني. بتكلم في حته يعني الميديوم اي رينج. حاجه مطلوب منها عملتها بنجاح من الاخر، بس وعملتها بنجاح لكن مش بنجاح. بتفوق. ماشي بنجاح بس كويس. يعني هي مش، ما خد بالك من حاجه، لو بنحط سكيل هي مش من فوق ال 80%، بس هي مش عند ال 50%، هي الست عند ال 70 كده قاعده كويس. فاهم قصدي؟ 80 والله ممكن يطلع والله ولا 80 عادي. ضايقك 80، بس قصدي ان هي مش طالعه للتوب تير، بس هي مش في النص بالظبط برضه. على الناحيه. بس ما اعتقدش ان هي الشخص اللي احنا محتاجين نشيد بتمثيله لا ما لما انا نيجي جاي نتكلم لك، على التمثيل انا هنا. جاي لك بقى. آسر ياسين. انت شتت اهلي. ما انت انت مشتت جدا في ارائك، انت امسك حاجه كده نتكلم ما انت عنها. انت اتفضل. انا بدرجه. ما خدت بالك انا ابتديت بعائشه عشان بقول ان دي حد كان unexpectedly، انت لما بتشوفها في دور زي ده متوقع عياط والسيحان طول الحلقه. مش ده اللي موجود يا جماعه، الست بتمثل. على الناحيه التانيه بقى تعال نخش بقى الحاجات اللي لا معمول. ده مخرج، لا ده مخرج. ما هنا ده هو مخرج. ما احنا عندنا، احنا خلاص احنا عملنا بانها ما سكيب. بتعيطش ده مخرج. عملنا سكيب لان هاني خليفه عامل شغله، تعال بقى نخش عليهم. حلو، ما انها ما بتعيطش ده مش معناه بتمثل حلو، انها مش ما بتسحش زي ما اتكلمنا عن موضوع السح المره اللي فاتت. ده شغل مخرج. لا ده وبرضه تعليمات مخرج. وبرضه تعاملها. ما خد بالك من حاجه، الصح اصل بيداري كتير، يعني الصح بيداري. فكونها الست بتعمل ما هو بره الصح، يعني بره الصح كلمه غريبه قوي. يعني من الاخر كده مش شبطانه في عياط وبتاع، ومطلعه حاجات كويسه، فتمام كويس، برافو عليكي. ما خد بالك من حاجه، الناس دي لما بتعمل حاجات وحشه احنا بنطلع نجلدهم، وبقول لك الكرنجيت وبتاع مش عارف ايه. يوم ما يعمل كويس اطلع اقول له برافو عليك. فاهم قصدي؟ يوم ما طيب يتقدم خطوه لقدام حتى لو خطوه صغيره، ده بالنسبه لي برافو عليك، انت ماشي صح، كمل. لا هي عايشه بن احمد ما بتقدمش خطوه قدام. لا عايشه بن احمد كلمه يوم ثلاث، هي ممثله كويسه طول عمرها، من يوم ما شفتهاش دور وحش. لا انا شفت لها دور وحش، بس نتكلم عنه ايه بعدين، هنتكلم عنه بعدين. طيب خلاص ماشي. تمام. شفت لها كذا دور وحش كمان، بس ده موضوع لما نخلص انا ما عشان فيش طويل. ولا دور في دماغي وحش لا نهائي انا في، بصراحه. بس لما نخلص. بس يمكن النهارده اكون ناسي او ما شفتش. يمكن عشان انا في دماغي فاكر لها حاجات وحشه، فانا دلوقتي مبسوط ان هي بتعمل حاجه كويسه. تعالى بقى انا نكمل. عشان كده حاسك بتبالغ. لا بس لا لا يعني مش كمل. ببالغ، لما نخلص هفكرك كان في شويه، بس مش عايز اجيب سيرة، يعني مش عايز نفتح نرغي في دي. لان مش هي هيدلايت التمثيل برضو. واحنا بنبص على الكاميرا رايحه فين، احنا بنبص على حاجتين مهمين قوي. ان انا عندي اطفال صغيرين ما بيمثلوش وحش. تمام. معلش شكرا. بجد. شكرا اخيرا في طفل عارف اتكلم عنه من غير ما اقول ان هو سيء وابقى مش عارف، يعني اخيرا ممكن اتكلم عن طفل بشكل ايجابي. شكرا. وفي نقطه مهمه. يا جدعان احنا الاطفال عندنا في مصر يا اسطى بجد، لا الموضوع لا بجد يعني خد بيطلع بالك. طفل كويس من بين كل 10. لا وفي حاجه تانية، الاطفال في بجد. مصر دايما بيشاد بيهم في الكوميديا، ودي حاجه طبيعيه يا جماعه، ما الاطفال في مصر دمهم خفيف. فلما انت تجيبه توظفه لي كوميدي ويعمل كويس برافو عليك، بس دي مش انا اعظم حاجه. في كام طفل كده في عيلتي دايما علينا. بيتاخدوا من زاويه اللذاذه وان دمه خفيف وبتاع، انما عمر اللي في بدون سابق انذار الا ماضى. بص هي مش لذيذة، اللماضه هي لماضة. واللذاذه والحاجات دي كلها، ده لا لمض ايه ولا اي لماضة. حاجه، ده بيمثل. لا الولد شاطر ده جدا. بينفعل وبيسال بابا فين، آه، وانا مش بتدلع انا تعبان، وبيقولها باحساس فعلا. انا صعب عليا والله انا العظيم. مش فاكر. انا الواد شغال كويس قوي، وانا مش فاكر طفل عمل دور كويس كده في اخر كام سنه غير عمر الشريف. اللي هو انهي واحد؟ بره المنهج. عمرو سلامه او يمكن عشان كده اللي هو بتاع بره عمرو المنهج سلامة. عامه برضه مش مش عارف. طبيعي. بس انا بتكلم ان انت عاده لما بتشوف طفل وهياخد حيز من حاجه، انت بتبقى يا ربي كل ما يجي له مشهد هنبوظ الدنيا وبتاع. لا بسم الله ما شاء الله الواد ودوره زي ما صعب. دوره زي ما بقول لك ما فيهوش دوره لماضي. صعب. مش هيطلع يهزر ويزغزغوه في اللوكيشن فيعمل، لا ده دوره بينفعل. صعب. دوره في ممثلين بيصنفين ان هم دول جوه في مصر لو عملوه بجد هيبقوا بقول سيئين لك جدا فيه. اللقطه خليني لما اقولها قالت له يا بالشكل ده. عمر بطل دلع، لا انا مش بتدلع انا تعبان، اقسم بالله صدقته وصعب عليا، والله صعب عليا قوي. تمام. الواد ليه انفعالات وليه وشه بيعمل، انا بجد العظيم متخيل نفسي مكان هاني خليفه وانا بديله التعليمات. يا حبيبي بسم الله ما شاء الله عليه، هو فاهم التعليمات دي وبينفعل معاها، فلازم يشاد بيه. مش بقول ان هو اداء عظيم لا، بس هو اداؤه بجد كويس على سنه، على الدور اللي مطلوب منه. وطبعا محتاجين نعدي كده على البطل اللي بيعمل دور بجد انا شايف ان هو في تحديات كتير مخفيه. لا نعدي. اقف آسر هنا ياسين. بقى، اقف هنا معلش. آسر اقف ياسين. هنا بس نعدي. آسر اقف ياسين. بس اقف بس خليني اشمر كده عشان انت اتكلم عايز براحتي. انت عايز معلش تقول بقى. حاجه وحشه على آسر ياسين في الدور ده؟
لا مش حاجه وحشه. أمال. انا عايز بس اتكلم بايديا يعني فاهم انت عارف. آسر ياسين بشوق. اصلا. بص انا اقول لك على حاجه، انا مقتنع جدا بقدرات آسر ياسين التمثيليه من زمان، فانا اصلا مش متفاجئ ان آسر ياسين عمل الدور ده حلو بجنيه. انا ما عنديش اي مفاجاه في الموضوع. يا معلم بص، آسر ياسين بقى ممثل ازاي اصلا، وهتفهم هو احنا ليه بنتكلم عنه كده. يعني ارجع بص بداياته وهتفهم ايوه، احنا بنتكلم عنه الوعد كده. والحاجات اللي هي اصلا كانت لوكي مطلوب منه يمثل فيها بس، لا كان بيطلع مش عارف يا ايه باشا ده وبتاع. حتى في الجزيره كان كويس. فانا حتى بقول في لك الجزيره كان كويس عشان جدا. كده بقول لك انا بستغرب لما حد بيقول، ودي سمعتها قبل كده من 2 3، ان آسر ياسين اصل مش عارف ايه، اصل هو لا اصل عشان بدل بتحبه بس. يا جدعان انتوا تقولوا يا جدعان آسر ياسين ممثل. فانا عشان كده بقول لك انا مش متفاجئ ان هو اداؤه كويس، وعايز آسر اعدي تاني ياسين واقول ان اداؤه بجد غير ان هو كويس. ممثل، غير ان هو ممثل شاطر جدا. غير ان هو ممثل مختلف. يعني مش عارف اقول ازاي، لو هم اطعمه فهو طعمه مختلف. طعم انا ما اعرفش اشبهه بحد. يعني انا ممثلين موجودين في مصر ممكن لهم شبيه، ممكن لهم حد شبهه 60%. آسر ياسين انا ما اعرفش الاقي له حد شبهه في طريقته، في اسلوبه، في كل حاجه. آسر ياسين بيدي معاك كوميدي، بيدي معاك دراما، بيدي معاك انا بحب اكشن، بيبو بشير بيدي معاك قوي. كل حاجه. آسر ياسين بقى بيختار اعماله كويس جدا. الفترة الأخيرة اختياراته من أحسن ما يكون، كلها ملوش أي حاجة بعيدا عن مم. شماريخ. عايز اقول لك شماريخ. ان حتى انت لو بتقولي ان اسوأ اختيار ليه شماريخ فده تمام. يعني عارف اللي هو ايه، اسوأ اختيار ليك هو فيلم انت داخل تمضيه، وانت بتمضيه مع عمرو سلامه، ما بتمضيهوش مع اي حد، وفيلم على الورق يبدو كويس، وآسر ياسين في الفيلم كويس. فحتى ولو اسوأ اختياراته اخر فتره، احسن اختيارات ممثلين كتير. يعني عارف خليني اللي اقول هو لك حاجه عن بدون سابق انذار. انا عندي بس مشاكل معاه على فكره. يعني احنا ايه. انا كنت عايز اقول كلام جميل، بس انت قلت كل الكلام جميل، فانا عشان انا ما فاضل لي نطولش حاجه جميله هختصر انا اخيره بقى عايز ايه. اقولها، فاضل لي حاجه. اتفضل يا فندم، حاجه اتفضل واحده. عشان اخش الوحش على طول. لان هو مسلسل فيه مسلسل في الاول وفي الاخر هو في مسلسل فيه هوك، او فيه سوري فيه تويستايه، ومسلسل مش سالك معاك من الاول. ودي نقطه مهمه قوي، ان انا دخلت المسلسل ده وانا مستني قصه من التريلر ومن اللي انا شفته قصه عاديه قوي، طفل عيان وهنشوف معاناه الاب والام. على اخر الحلقه ايه ده، دي قصه دراما وخيانه. بعدين على الحلقه الثانيه لا دي قصه بحث عن اسمه ايه ده. جريمه او غموض، اه في حاجه غلط. بعدين او سوري مش في حاجه غلط، دي قصه ماساه حصلت غلط، لان في الاول الاتجاه خدك ان هو ايه، واضح ان دي اه غلطه وحصلت. بعدين وصلنا لنقطه لا بعد كده لا ده فعل. ده في حاجه بتحصل، ودي نطاط المسلسل عمال بينططك فيها واحده واحده. تعال نشوف بقى المسلسل حكى لك ايه من الباك ستوري، تحس ولا حاجه. انت لسه لحد دلوقتي تايه، عندك معلومات بس انت تايه، انت لا قادر ترسم توجه واضح، ولا قادر تشك في حد من اللي موجودين، ولا قادر الا شخصيه واحده، وعشان بس هاني خليفه حط لها كاميرا قال لك شك فيها. اه ولا حتى الشخصيه دي انت بترسم لها توجه. سؤال اتسال في حلقه النهارده، ليه وايه السبب وايه المنطق ورا اللي بيحصل؟ واضح ان في شخصيات لسه ما طلعتش. على الناحيه التانية غير ان هو مسلسل واخدك في اتجاه ان هو لسه مش بيقول لك كل اللي عنده، ولسه مخبي عليك كتير، فرش لك شويه تعقيدات. انت جبت سيرتها في الاول، تعقيدات ما بين الشخصيات بقى، كميه شخصيات داخله معقده في بعض بمشاكل، ده معقد في ده، معقد في ده، معقد في ده. كميه لايرز التعقيد دي مع لايرز اللغز اللي احنا بندور وراه، مخلي حلقات رتمها، وطبعا مع ادارتك لرتم الحلقات دي زي ما انت قلت المونتاج اللي في الاول، واداره اصلا المونتير، واداره هاني خليفه للرتم. المسلسل حلقته الاذان بيدن، تاخد المغرب مع طبق اكلك وتقعد، ما وريش اي حاجه. انا لاغي كل حاجه ورايا من رينج 6 ل 7 عشان ما وريش حاجه غير بدون سابق انذار. خلينا مسلسل ننط ممتع على قوي في حاجه المشاهده. هنا. خلينا ننط على حاجه هنا بقى. انت اخر نقطه قلتها كويس، انت الناس قلتها. بص يا جماعه، هو نصر دايما لما يبقى في حاجه حلوه هو بيتلاقوه دايما ايه، ان هو بيبقى قاعد ساكت ساكت ساكت. انا بتكلم، انا بديت كل اول ما هو في حاجه حلوه يبقى هو داخل قايل الحلو كله علشان ابقى انا بقى الشخص الوحش. لا حاجه بقى. يعني هو دايما بيزنقني ان انا الشخص السلبي، بس فاهم؟ انا ما عنديش ببتدي مشكله الحقيقة. أنا ببتدي مبسوط بالايجابيات، بالدور ده. ببتدي بالايجابيات. الله يعني سبحان الله، يبقى قاعد دايما لما تبقى في حاجه وحشه تلاقيه قاعد مستني ان انا اخش الاول عشان انا اللي البس كده. اول ما في حاجه حلوه تلاقيه راح. طب سيبني اتكلم بقى عن بدون سابق انذار. طب انا انا عايز حد يستوعب طيب يسمعني. هديك حاجه المهم. حلوه لما نيجي عند الحشاشين، هسيبك انت تقول ايجابيات واقول انا السلبيات بس. مفيش ايجابيه. لا والله في، لا لو ما عندكش اقول انا. استنى. المهم بسرعه بدون سابق انذار، انا بقى اللي انت كنت بتتكلم فيه عندي مشاكل معاه في ايه. اول حاجه انت بتتكلم عن نقطه ان هو لحد دلوقتي مش معرفه حاجات كتير، انت مش عارف ترسم. ده ميزه وعيب. عيب ليه؟ لان هو ما عملهاش صح. هو بيحاول يخفي عني الخيوط اللي ممكن تخليني ابدا ابيك مين المشتبه فيهم في الحوار ده كله. تمام.
وهو بيحاول يعمل كده جه على حساب فصله الاول كقصه، ان هو يسيت اب الدنيا صح. هو انا لحد الحلقه الخامسه في شخصيات انا متلخبط فيها، في شخصيات مع اني مركز معاها انا مش عارف هم دورهم ايه، انا مش عارف هم طبيعه علاقتهم شخصياتنا ايه، انا مش عارف هم مين، ايه مدى قربهم، ايه الخناقه دي، دول جم منين؟ فاهمني؟ شخصيات كتير انا اخوها قعدت فتره لحد ما فهمت ان ده مين. انا في الحلقه الاولى اصلا أخو مرات- اتزاولت ان هو مش اخوها وان هي بتخونه او حاجه كده. انا يا باشا، فهو المسلسل اول مشاكلي معاه ان هو علشان يخبي خطوطه، وده مش علشان هو مش يعمل كده كان لازم يعمل كده، لا هو دي غلطه مخرج. ماشي دي غلطه مخرج. ماشي. انت حاولت تعمل حاجه صح، راحت ضربه منك ايه، فاهم قصدي؟ في حته تانية خالص، انت ما بنيتش عام بتاعك صح، وقعدتني لحد دلوقتي انا لسه بتلخبط في ولو فهمت الكاركترز فلسه مش فاهم طبيعه الشخصيات، فانت ما بنيتش عام في بتاعك طبيعه صح. علاقات مش تمام؟ واضحه. في النقطه التانية اللي عندي مشاكل معاها هي الريتم. احنا كنا ماشيين بريتم سريع جدا في اول 3 حلقات، اول 4 حلقات ريتم شيق جدا. بعد كده جينا في اخر حلقتين الخامسه والسته، لما حتى تفكر فيها في القفله بتاعتهم اهدى. لا هي قفلتهم مش اهدى قوي، بس مش أنا... قفله اللي هو يا نهار اسود ده اللي هيحصل زي ال4 حلقات اللي فاتين دول. فانت عليت بيا، وبعد كده دلوقتي انت واطي 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 واطي. وانا عايز اقول ان الحلقه السادسه بالمجمل انا ما طلعتش بيها باي معلومه مهمه. الحلقه السادسه انا عندي نقطه دفاع صغيره قوي على حوار الريتم ده. انا بالنسبه لي الريتم، بص حته الشخصيات وان هو مخبي خيوطه وبتاع، انا مش هقدر اختلف معاك لان هو فعلا واضح ان هو مخبي خيوطه. والكومبرومايز الوحيده للنقطه دي ان هو عنده علاقات كتير قوي بيفرجني عليها، فاللي هو ماشي انا شاري معاك اما نشوف انت عايز توريني ايه انت. يعني انا شاري ان انت مش عايز تعرفني، انت مش مديني خيوط وبتحاول تتوهني وبتاع، انت خدت الطريق السهل في دي. انت انا مخبي. مش فكرتي مش عايز تعرفني، بس انا عايز افهم بقى احنا فين. يعني مش عايز افهم هو- القصه النهايه، مش عايز افهم الخيوط، بس اختار. عايز افهم الشخصيات دول ايه. بص هو ما اختارش ان هو يلخبطك او ان هو يعمل اه. اغلب الحاجات، ودي بتبقى احسن على فكره، ان هو بيديك خطوط مش كامله فانت تبني بعدين يقول لك لا تعالى اوديك الناحيه التانيه. هو اختار الاختيار اللي يبدو ان هو اسهل. لا انا مش هوريك اصلا، انا هوريك اللي انا عايزه تمام وانت امشي معايا. وانا عشان انت مقدم لي جوده كويسه في حاجات كتير انا يا سيدي قابل وماشي معاك. وانا ما بقولش دي احسن طريقه تقدم بيها القصص اللي فيها ثريلر او فيها سسبنس او اي حاجه زي كده، او بلاش ثريلر يعني القصص اللي فيها حاجه مخفيه. على الناحيه التانيه النقطه بتاعت الريتم ممكن اكون عايز ادافع عنها بحاجه صغيره. الراجل ابتدى زي ما انت قلت برتم سريع، جه عند الحلقه الخامسه والسادسه والريتم خف شويه. من اللي انا شايفه من الخففان بتاع الريتم ان في حاجه انسايت مهمه قوي بتبني في الحلقتين دول. يعني هو زي ما تقول ايه، هو الريتم ما وقعش منه، هو موقعه. هو مهدي شويه وبيبني بالراحه قوي لحاجه المفروض ان في مفاجاه. ما كومبرومايز ده يجي امتى؟ لو في الحلقه السابعه والثامنه ظهرت مفاجاه اتبنى على اساسها ده. عارف قصدي؟ استنى واشوف. ودي اصلا نقطه مهمه قوي بقى محتاجين نقولها على المسلسل، ان في الاول وفي الاخر احنا اللي بنقول على المسلسل ده بيزد اون اول 5-6 حلقات هما كويسين. بس كنت لسه فاروق، انا عايز اقول لك ان كان عندي بودكاست قبل البودكاست قعدت مع فاروق ساعه وثلث بنتكلم في التليفون. عندنا مواضيع كتير قوي، حاجات في التمثيل، حاجات، وبعدين عدونا سابق انذار. شوت اوت لعم فاروق جامد. فرق ريفيوز يا جدعان، شوت اوت. واحنا بنتكلم انا وفاروق كان في نقطه مهمه قوي عدينا عليها. بدون سابق انذار مسلسل واقف على خيط. اللي هو بيقدمه حلو قوي في حاله ان انت خد بالك من حاجه، اللي هو بيقدمه ده المفروض ان وراه تويستايه، ولازم التويستايه دي تكون حاجه كملته كويس. هل انت عندك، انت نفسك سالت السؤال ده النهارده في الحلقه ليه؟ ده سؤال مهم قوي لان طبيعه الشخصيات وطبيعه العالم اللي انت راسيه انت لسه مخبي فيه حاجه، ما عنديش مشكله، بس من اللي واضح فيه ان مفيش اي سبب للي بيحصل ده ان هو يحصل. فهل انت عندك مبرر كويس للي حصل؟ انت لو ما عندكش مبرر كويس كل اللي انت عملته ده راح في داهيه. يا باشا الحكم بعد المزاوله. ما بالظبط، عشان كده هنرجع عند نقطه نمشي مشكله الريتم ومشكله مشكله التويست. الاثنين للاسف لا يمكن حسمهم دلوقتي. الريتم، هل انت عندك مفاجاه انت بتهدي قبل ما توريهاني؟ ده سؤال الريتم. طب سؤال القصه، هل انت عندك مبرر كويس لكل اللي انت بتقوله ده؟ لان يكاد يكون جزء من حلاوه اللي بيحصل ده انه غير متوقع بالمره. داخل المسلسل كل ما يتفرش لك حاجه او كل ما تبان لك حاجه تسال نفسك 100 سؤال، ليه؟ ايه ده؟ في ايه؟ عندك بقى مبرر؟ طيب. ولا انت ودتني وهترجعني بايدي فاضيه؟ فاهم السؤال؟ خلينا نتحرك عشان احنا طولنا قوي في الكلام. تعال. وابتدينا نعيد الكلام ذات نفسه عن بدون سابق انذار. خلينا نتحرك ونخش على افاجئك بس ده الانذار. بدون سابق انذار بس من الاخر قبل نخش على الحشاشين. زي ما قلنا مسلسل هو ممكن يكون احسن مسلسل في النص التاني بالظبط. بس ده برضو لحد دلوقتي
هل هو هيعرف يوفي باللي هو بيوعد بيه ولا لا؟ ده هنعرفه ان شاء الله لما نتكلم عليه الحلقه الجايه. طيب خش على الحشاشين يا كابتن. الحشاشين ولا عايز المفاجاه الاول؟ خش المفاجاه الاول، خلينا نختم بالحشاشين. خش على طيب انت بنت شفت حاجه، انت مبدئيا شفت حاجه تانية غير دول الحشاشين؟ لا. انا شفت ايه؟ كوبرا. بص اللي في عينك، بتفرج على كوبرا. اتفرج؟ لا انا بتفرج على كوبرا. طيب انت تتفرج على كوبرا على خد فكره. بالك انا ما عنديش مشاكل مع محمد عادل امام ما يعني انا كممثل. انا جاي لك بقى في نقطه مهمه قوي. تعالى انا هتكلم سريعا عن كوبرا كمسلسل. انا عارف انك ما بتشوفوش. ليه اتفرجت على كوبرا؟ لنقص الاعمال الفنيه في النص التاني من رمضان. من الاخر يعني كوبرا اتفرجت عليه على مرحلتين. مرحله خدت اول 3 حلقات، ومرحله خدت تاني 3 حلقات لحد دلوقتي. بس متحمس اتفرج على حلقه النهارده عشان فاتتني، اللي هي الحلقه السابعه. ليه بتفرج على كوبرا او ليه كملت كوبرا؟ كوبرا مش الافضل في رمضان اطلاقا. لو كوبرا كان موجود في النص الاول عمري ما كنت اتفرج عليه. بس كوبرا اكيد عنده عيوب كتير، بس هو عنده كام نقطه تميز صغيره. واحد، كوبرا مسلسل خفيف وعارف ان هو مسلسل خفيف، تمام؟ فهو مش بيحاول يهرف اكتر من اللازم. الراجل فتح كذا خط درامي وعامل لك قصه بتشد بتاعت الواد الجدع الحرامي اللي مش عارف ايه وبتاع، بس هو من جواه طيب وجدع ومش عارف ايه، والناس بتساعده. وهو اصلا يعني عارف اللي هو ايه، هو حرامي بس هو بينصح الناس وما بينصبش عليهم. ودي بجد ما فهمتهاش. بس عارف اللي هو ماشي في السكه دي. بس كزبره دمه خفيف، ده واحد. اتنين، الاحداث سريعه، فتمام قشطه، انت شددني وانا بتفرج. تمام. تلاتة، الاحداث مش مهمه قوي، فانا عادي بتفرج عليه وانا مأندخ، ما عنديش ازمه معاه. اربعة، يا جماعه انا بحب محمد امام. انا بستلذ ده محمد امام. انا ما بحسش محمد امام ممثل. مبدئيا هو دمه مش تقيل فعلا. الناس تقول لك اصل هو بيقلد ابوه بتاع، يا جماعه مش بيقلد ابوه، دي حته الجينات. طبيعي ان هو يطلع في وشه حاجات من ملامح ابوه. انا ما باشا بيقلد ابوه، اصل هو مش بيقلد عادل. يا عم يقلد عادل، يا عم يقلد يعني ابوه، لو تعرف تقلد عندي امام اصلا يا قلده. عم يقلد ابوه، يا عم احنا تمام. طول، يا عم يقلد ابوه يا عم. اتنين على محمد امام. محمد امام ممثل قدراته الفنيه مش وحشه فعلا. يعني هو الراجل ما بيكرنجنيش، بالعكس. يمكن لو رجعنا وهو صغير ايام عمارة يعقوبيان ما كنتش ببلعه. بس ليه محمد امام بقى ليه ملعبه وبيعرف يلعب فيه. ثلاثة، محمد امام فعلا دمه مش تقيل. أربعة، محمد إمام ما بيحبش يحتكر المسلسل. لا، في مساحات لناس تانية بتتحرك. كزبرة واخد سكرين تايم كويس، وكزبرة فعلا حتى الترند طلع له اليومين دول بتاع سكة ودغري. أنا تعبان. تمام. كزبرة فعلا دمه خفيف، دمه مش تقيل. رتم الأحداث سريع، الأكشن عبيط شوية بس هو قشطة، أكشن لذيذ. يعني هو مسلسل يتحط في الزون بتاعت المسلسل اللذيذ اللي أنت يشدك خلاص وأنت تتسحل معاه. نسخه محسنه من العتاوله، نسخه كويسه من بكتير. العتاوله ما هنا من بقى دي الآخر. النقطة. لما نيجي نقارنه بأقرانه، لا يا جماعة هو أرحم بكتير من العبث اللي بيتقدم في العتاولة والحاجات دي. أصلا محمد ما انا إمام، بقول لك نسخه كويسه من العتاوله. محمد إمام عنده نقطة حلوة قوي. محمد إمام هو فاهم بيلعب في ملعب ما حدش غيره بيلعب فيه على فكرة، الأكشن كوميدي. ساعات ناس تانية بتخش تقول له ازيك عامل ايه هعمل فيلم، بس هو ثانيه واحده، ده كل من هب وده بيلعب في الاكشن كوميدي. لا لا ايه اللي بحنش ده لا 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 ده كل حد بيلعب في الاكشن إمام. كوميدي. محمد إمام بقاله كذا سنة ما بيشتغلش الأكشن كوميدي. انت قصدك ان هو منتظم على الموضوع لا هو كمان. ده ملعبه، مسلسلات وافلام، حتى مسلسلات هوجن والحاجات ما دي هو كلها. ده ما هو ده لا ده مش ملعبه هو ده. يعني شوف حلقه السعوديه بتاعتك يا كابتن. ماشي. لا بس هو لا هو حتى من قبل شوفوا حلقة حلقه السعوديه السعودية. بتاعتي، حلقه استنى السعوديه بس، بتاعتي لا كويسه جدا. ارجع شوفوا حلقه ارجع السعوديه. ارجع ارجع كام سنة كده شوف حلقة السعودية. ارجع من سنين كتير. ومحمد إمام هو عنده حتة ان هو بيعمل فيزيكال ترانسفورميشن ما يبقاش عنده اعتراض معاه. عنده حتة ان هو حركيا مستعد يعمل ستانتس. عارف ان هو دمه مش تقيل، فبيروح يلعب في الملعب ده، الملعب اللي مش طالب منه دراما كتير، الملعب اللي طالب منه حركات شويه، الملعب اللي فيه شويه خفه دم وبتاع. فهو ابتدى يتمرس في الحته دي. انا عمري ما شفت مسلسلات محمد امام، بس ممكن انا بتفرج عليه لو هو في نفس مستوى هوجن والحاجات دي ممكن افهم ليه الناس بتحب تتابع الحاجات دي، لان هي فعلا مسلسلات متوسطه جدا بس لذيذه. فانا ما لقيتش حاجه اتفرج عليها فاتفرجت على كوبرا. لو حد عنده وقت فاضي وعايز يشوف حاجه فن اتفرج على كوبرا. من الاخر فن من الاخر، سؤال مهم. فن هو مجرد مسلسل فن. خلص انا عايز اشوف بس اللي كده. حصل في الحلقه السابعه وانا مشدود للفن فيه. انا عايز اقول لك حاجه. انا بجد بحب محمد امام اوكي. كشخصيه. يعني انا بحب هو محمد غير كده امام كشخصيه بجد هو يا جماعه لذيذ. لا وكممثل انا مش مستثقل دمه بصراحه. ايه انا مش من الناس اللي هو بتقول لك ايه ده لا وبتاع وزي ما قلت لك الحجه بعيدا ان انا مش متفق معاها، بس الحجه بتاعت بيقلد ابوه. انا مش شايف ان هو بيقلد ابوه، بس ولو بيقلد ابوه فهو بيقلد عادل. يا عم يلا هو يا عم يا ريت في من يا عم رياكشنات يا ابوه. رب. هقول لك على حاجه مثلا ما في طبيعي فيلم، طبعا. مثلا يعني مثلا انا استثقلت دمه شويتين في اللي هو اخر فيلم ده اللي هو كان فيه ماجد الكدواني، نسي اسمه. ابو نسب. ليه؟ في بجد في الفيلم ده انا حسيت فعلا ان هو في بعض الحاجات بيحاول يجيب رياكشن من رياكشنات ابوه.
واللي جماعه لما حاول يعملها في رياكشن انا فاكره ليه، مش قادر افتكر المشهد بالظبط، بس انا فاكر قلبة وشه لما حاول يجيب رياكشن ابوه بجد دمه تقيل. غير كده هو في اللي هو الطبيعي بتاعت عادل امام اللي هي بتاعت دي لا دي في كام مره كده جابوا ارتفيشالي، لا بجد مش حلوه. بس هو في الطبيعي بالحاجات الطبيعيه اللي بتطلع شبه ابوه، يعني حتى بتاعته دي، بس هي بتاعته هو، هي شبه بتاعت ابوه بس هي لايقه عليه، هي ماشيه. يا جماعه هو ابنه، يا جماعه هو انتوا مستنيين ايه؟ طيب هو ابنه. انا كان لسه فاروق بيقول لي من شويه، انا ليتلي بقيت بقول كتير الجمله بتاعت من اعظم ما يكون. بعدين فاروق بيقول لي خد بالك، بقول له بيقول لي دي جمله مهدي، فانا ما كنتش واخد بالي. قال لي انت من كتر الفرجه على مهدي لقطتها، انت بتتفرج على واحد شويه بتبتدي تلقط منه كلام. ده عايش مع عادل امام في البيت يعني. باشا انا 3/4 حلقاتي لو حد دقق معايا، وده والله العظيم بيبقى على غير قصد، بس ما وصل انا بتفرج على مين طول اليوم. مهدي، بالظبط. ممكن شويه كمان عبد العاطي، لا اوعى تلقط من عبد العاطي. انا لاقط كتير قوي من عبد العاطي على فكره، خدت بالي بجد غصب عني، انا لاقط كتير قوي والله العظيم غصب عني. بس انا عبد العاطي ممكن انا حافظ عبد العاطي، لان انا ببقى قاعد بعمل حاجه وهو بالنسبه لي الحاجه اللي انا مشغلها، فانا في حلقات عبد ممكن اسمعها من كنت سمعتها. فانا غصب عني والله العظيم غصب عني انا لاقط من عبد العاطي كتير فشخ. بس ما علينا، المهم خلينا نتحرك على الحشاشين. ابتدي انت بالايجابيات، عندك ايجابيات؟ عايز بس اشكر المسلسل بكل بساطه من الاخر. عايز اشكر المسلسل ان هو عنده يعني جرأة ان هو يخلص من شخصيات رئيسيه، ممثلين تقال، وقت يبقى الخط الطبيعي الدرامي ان هو محتاج يخلص منهم. عايز اشكر ان احنا ابتدينا نخش في صراعات داخليه جوه قلعه الموت ذات نفسها، وده انا كنت مهتم جدا اشوفه. الصراعات الداخليه دي يعني بجد كويسه كده، ممكن تكون من احسن الحاجات اللي قبل المسلسل. الخطوط الدراميه الانترنال اللي جوه نظام القلعه ذات نفسه. اوكي تمام. مشهد يحيى كويس جدا، مشهد يحيى كويس جدا جدا جدا. في ايه تاني ايجابي عندي اقوله عن المسلسل؟ الريتم اتحسن كتير من وجهة نظري. الريتم اتحسن كتير، المسلسل بقى مشوق فعلا. دي نقطة كنت عايز اقولها. بس لسه انا بس والله حاجة يعني، هو احنا لسه عمر الخيام، بس انا بقيت بتابع عمر الخيام ان هو شر لابد منه خلاص بقى يعني ما تفضل. يعني عمر الخيام بيجي بقى يخش الحمام بس هو يعمل حاجة، بقول لك ايه، هو يعمل كوباية اتفتح له ارك من كام حلقة، قلت خلاص الراجل هيبقى ليه لازمة، بعدين قفل الارك على طول، اللي هو يا دي النيل السود يا ابني اعمل حاجة فوق المسلسل. بس هو هيعمل، انا واثق ان هو هيعمل. يبقى تدفع على قبري يبقى لا مؤاخذة يعني، عشان ما تتهشم مش مكسر تايت في الايديت. ما علينا. انا سبتك تقول لي ايجابيات، اخش انا في السلبيات بقى ببساطه كده. اتفضل. انت ما عندكش ايجابيات تانية؟ لا هو اكتر من ان انا بقيت يعني، انا اول رمضان كنت باخد حلقات الحشاشين دي بالثلاثه ورا بعض، انا مكسل كده فايه، بعدين بقوم يلا ايه اللي حصل، فاهم؟ اخر مره البودكاست اللي قبل الاخير سوري اللي هو كان يعني اللي هو تاني واحد في رمضان ده، انا كنت مفوت ب4 حلقات وقعدت اتفرجت عليهم يوميها لو فاكر، حتى كنت عملت ايه شوف الحشاشين وانا كنت مجزع وبتاع. النهارده انا بفتح حلقه الحشاشين كل يوم، يمكن بارت من ده لان مفيش حاجه تتشاف، بارت تاني ان فعلا ببقى عايز اعرف ايه اللي هيحصل في فعلا زي ما انت قلت، صراعات داخليه مع صراعات خارجيه مع والريتم اتحسن كتير، الحكي اتحسن كتير لدرجه ان الريتر اللي في الاول ده ابتدى بجد يضايقني. انا شايف اللي بيحصل على فكره خلاص، يعني بيتر ميمي الراجل بقى بيحكي، يعني هو مش بقى بيحكي احسن، الريتم اتحسن، فانا بجد بإيريتيت قوي من اللي هو بيقعد يقوله في الاول. خلينا نقول ان بيتر ميمي فرش فرشه زي الزفت للمسلسل، يعني هو بيفرش هو بيسيت اب العالم بتاعه، عمل سيت اب زي الزفت. بس لما جينا لحته الصراعات، حته الفصل الثاني رايحين على كلايماكس بقت كويسه، معقوله. بس انت طولت عشان تفرش لها توصل لها، وصلت لها متاخر قوي. احنا بنتكلم انت وصلت للنص يعني وصلت لما يمثل المفروض 75% من القصه، 50% من القصه مثلا وصلت لها بعد 15. بس الحمد لله انك وصلت. بيتر ميمي كبيتر، الله اكبر، بيتر ميمي بيحكي يا رجاله، عايز بقى الناس تعمل من قبل، الحمد لله انك وصلت، شكرا. انت بقيت بتحكي حدوته مع الفيجوالز بتاعتك، انا مرضي. انا عايز اقول لك ان انا بجد كان عندي اقتناع ان انا هكمل رمضان كله بسمع الناريتر، اللي هو خلاص انا مش فاهم حاجه، والمسلسل شر لابد منه، فانا هقعد اسمع الناريتر كل حلقه. ليه كده؟ خلاص احنا وصلنا لحته حلوه، وانا فعلا باللي انت عمال تهبط بالقصه الحقيقيه فيه، مش عايز اقول تهبط عشان محدش ياخد ان هي نيجاتيف كونوتيشن او حاجه، انت بالتغييرات اللي انت عاملها في القصه الحقيقيه بيهم تغيير مهم على فكره، موت ابنه ده تغيير مهم قوي، انليس ان انت ابنه التاني بقى وبتاع،
فانت واضح ان انت ومشكلته مع زيد والحاجات دي كلها، واضح ان انت بترجع تطرح تساؤل جديد، هو مين اللي هيخلص من حسن الصباح؟ وده حلو ان انت تطرحه لي كتساؤل قبل حاجه الخير. وتمثيل كريم عبد العزيز لا، في ناس كانت كنت سمعت بتتكلم على انه هو تمثيله مش عارف ايه وبتاع، ولا يا جدعان ومش بيرتقي لليفل الحوارات اللي بتحصل. لا يا جدعان، انتوا اتعودتوا على الافوره. لا 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 انتوا لا, لا. اتعودتوا على هو الاوفر هو اكتنج. مش تمثيله، هو في دي اتكلمت فيها انا وفاروق، يمكن ده العيب او مش ده العيب يعني. لا لا لا، انا شايف اداء كريم عبد لا لا العزيز مش في بقول حشاشين اداؤه في حاجه فوكس. وحشه، كنت لسه ده عامه كان التوبيك اللي صح لي انا وفاروق كتير. اداء كريم عبد العزيز في بعض النقاد، وانا شايف ان رايهم فيه جزء من الوجاهه قوي. خلينا نتفق مبدئيا التمثيل يعني في مدرستين طب اساسيتين. خليني اتفق معاك على حاجه، هنقطع بس ونرجع، كمان ونرجع تاني. هنقطع ونرجع. تعالى عدنا من الفصل الاعلاني، تمام، عايزين نحط اعلان في الحته دي بعد كده. المهم يعني انا كنا هنتكلم عن اراء النقاد. يجي معلن يا اخويا، يجي معلن بس، وانا احط كل يجي 3 معلن ثواني في الحلقه. يجي معلن ونحطه قسما بالله اطلع ميتين اول قسما بالله انت اعلان. انا كلب فلوس عادي جدا. المهم كمل. في بعض النقاد قالوا رأي مثير للاهتمام، خلينا نقول مثير للاهتمام عن أداء كريم عبد العزيز. زي ما أنت عارف التمثيل مدرستين. في إن أنت بتاخد من الشخصية أو بتتوحد مع الشخصية، كلاسيكال وفي نوع تاني زي اللي عادل إمام عمله أغلب كاريره، هو إن كان بيضيف على الشخصية من سمات عادل إمام نفسها، وكان بيطلع الميكس بتاع عادل إمام، وده طبعا برضو نوع موجود وما فيش حد فيهم أحسن من التاني. طب عشان دي نقطة مهمة جدا، دي احاول اشرحها بشرح مبسط جدا، انا بشرحها لناس كتير، فانا عندي جاهزة في دماغي. تعال اتفضل. التمثيل يا جدعان بكل بساطة مش رياكشنز، التمثيل مش عيط اعمل اشتم مش كده. التمثيل هو ان انا عندي كاركتر، يعني اغلب شغلة ممثل ان هو يحضر ليه؟ عشان انا عندي كاركتر، انا كممثل المفروض انا والكاركتر دوت الشخصية دي نبقى واحد، نبقى عاملين كده. يعني انا الممثل الشاطر المفروض يبقى هو الشخصية. ففي مدرستين لدوت، في مدرسة ان انا بدور على حاجات في الشخصية دي انا بعيد عن الورق، انا كممثل بقعد بقى اعمل لها قصة، واعمل لها بتحب ايه في الاكل، وبتسمع مين بالمغنيين، وليه بتحب المغني دوت، وليه بتحب الممثل ده، وده كل حاجات ممكن يكون مالهاش علاقة بالفيلم اصلا، بس انا بعملها كممثل وانا بحضر، علشان انا بحاول اخد حاجات من الشخصية دي اسنكها مع حاجات فيا، فالاتنين يبقوا مع بعض فتوحد مع الشخصية. دي مدرسة ان انا بطبع من الشخصية على نفسي، دي مدرسة احمد زكي. حلو. مدرسة عادل امام انا بطبع من نفسي على الشخصية، فعشان كده بتطلع الحجة البايخة بتاعت عادل امام يعمل نفس الدور في كلها. يا اخويا ما بيعملش نفس الدور في كنت ما علينا يعني، وعادل امام قادر على على اسمه ايه ده، ان هو يطبق على شخصيه، بدليل اللي عمله في الحريف وفي حاجات كتير عامه. بس ما علينا، صباح الفل. بس هو الراجل ده كان اختياره، ده كان اختيار احمد زكي، فاهم قصدي؟ ده اختيار ودول مدرستين تاني زي يعني يا جماعه دي مدرسة روبرت دينيرو. ايوه ما بقول لك الباتشينو ودينيرو نفس الفكره. واحد في حد بيقول روبرت دينيرو بيكرر نفسه في كل لا، ما هي دي نفس مدرسته. كلاسيكال دينيرو از كلاسيكال اكتر. لا بس دينيرو كتير، فده الفرق. ما علينا، سيبك مش عايز اخش في الديبيت ده. المهم في نقطه مهمه قوي حصلت دلوقتي، هو ان راي الناس دي كان رايح في سكه، وبجد انا محترم الراي ده لدرجه كبيره. قال لك كريم عبد العزيز دلوقتي اختار ان هو يحط من كريم عبد العزيز في حسن الصباح، مش يتوحد مع حسن الصباح. وده اختيار، لان على فكره كريم عبد العزيز بيعرف يتوحد مع شخصيات، يعني ما حدش بيقول ان كريم عبد العزيز غير قادر على حاجه زي كده. تمام. الاختيار ده ادى لمشكله كبيره، يمكن انا قلتها لادهم وتقريبا قلتها لك من اول رمضان خالص، الناس هتحب حسن الصباح لان كاريزما كريم عبد العزيز طاغيه. هم شايفين ان دي تكاد تكون خطا فني شويه، ان انت بتمثل شخصيه مبدئيا ليها بريزيدنس تاريخي، هي مش شخصيه خياليه بنسبه 100%. حتى لو بريزيدنس تاريخي هي مش مكتمل، بس هي ليها بريزيدنس تاريخي، شخصيه موجوده بالفعل. اتنين، ان الشخصيه مش شخصيه طيبه في عالمنا. فالرأي بيقول ان ده كان توجه خاطئ من كريم عبد العزيز، ان هو اختار ان هو يعمل حسن الصباغ بصبغه كريم عبد العزيز، مش كريم عبد العزيز بصبغه حسن الصباغ. ثانيه واحده، اللي قال الناقد اللي قال الكلام ده حد في يوم حد انا بحترمه بدرجه مش طبيعيه، مش عايز ابتدي اقول اسامي عشان ما ابقاش بفتح نار على حد او حاجه، لان الراجل بيبوست الكلام ده على بيرسونال بلوج انا متاح عليه لسبب ان انا عارفه بشكل ما، فانا مش حابب. طب خليني بس كويس انت اديتني انذار كده قبل ما اهبط في الكلام. انا شايف ان ده رايي ساذج شويه. لا مش ساذج، لان في حد بص في حد، في الناس اللي طرحت الاراء دي فيهم حد
يعني عايز اقول لك ايه، بعد ما نخلص هتفهم هو مين، هبقى اقول لك مين اللي قال كده. بس هو بجد حد في حته التمثيل بنتكلم من اهم الناس المتاحه، مش كممثلين، كشخصيات مؤثره في عالم التمثيل وكمدربين تمثيل وكده. وعايز اقول ان اللي هو بيقوله مش غلط، كوجهه كتوجه تتفق او تختلف معاه، بس كفكره ان اختيار ان انت تعمل حسن الصباغ بصبغه كريم عبد العزيز عن ان انت تختار ان انت تتوحد ككريم عبد العزيز مع حسن الصباح، حسن الصباح، فنتيجه تكون حب الناس لحسن الصباح، دي ارجيومنت متاحه. فاهم قصدي؟ يا معلم الناس هتحب حسن الصباح عشان هو اولا المين كاركتر، هو اكتر احنا شايفين كل جوانب ليه، عشان الناس بتميل للحاجات دي، الكاركترز دي عادي، والناس تحب الجوكر. الراجل استشهد. هل هيث ليدجر لا هل لا هيث لا ليدجر حط في نفسه في الجوكر فالناس حبت لا لا الجوكر، والناس لا تحب لا لا الجوكر. طبيعة الجوكر اصلا كشخصيه تحب، ده واحد. اتنين، الراجل استشهد. وطبيعة حسن الصباح كشخصية، لا شخصية تعجب بيها جدا من كتر ذكائه من اللي انا ومكره وده، انا معجب بحسن الصباح من جدا. اللي انا قريته عن حسن الصباح لما فتحت دورته عن طريقه تعامله و حسن الصباح كان شخصيه بتتخاف مش بتتحب، كان شخصيه تحبها في الاول تخاف منها بعد كده. تعجب بيها. خد بالك انت لا مش بتحبه هتتجوزه، انت ما معجب بيه ككاركتر، انت مش حبه بمعنى انت معجب بيه. مش كده، ومش بالدرجه اللي حسن، يعني عارف اللي هو ايه، انا مش متفق مع الارجيومنت دي على فكره 100%، بس انا شايف ان هي تستحق ان هي تتحط على الترابيزه. ليه؟ انا لسه شايفها ارجيومنت ساذجه جدا الحقيقه، لسه مقتنع مش اي قادر كم اشوف. مين انا بقى يا معلم، ما اي حد ممكن يقول كلام مش مظبوط لا لا يعني، لا، ما انا ما بقولش، مش انا ما مقدس يعني. بقولش انا ما بقولكش ان انا متفق معاها اصلا، تمام. انا بقول لك ان هي ارجيومنت تؤخذ يعني صعب، يعني عارف اللي هو ايه، ما اتفقش معاها بس مش عليها ساذجه، لان هي ارجيومنت متاحه. لان انت عندك، عايز اقول لك ايه مثلا، فكره ان انت عشان الشخصيه الشريره بتتحب حتى لو كانت البطل، ده مش منطقي. لا، في ناس كتير قوي كانت بتعمل ادوار الشر بطرق بترهبك الى حد ما، فمش مطلوب ان الشرير اللي عنده كاريزما مش دايما بيتحب. بدليل ان انت عندك حد زي المليجي وعادل الادهم في تاريخ السينما المصريه. هل عادل الادهم في كل حاجته كان بيتحب؟ عادل الادهم كان بيخوفني وانا صغير. انا لو قعدت اختي تتفرج معايا دلوقتي على حسن الصباح الصغيره هتقول عليه تحفه، جميل عمه، تمام. او قعدت عيل صغير معايا هيبقى عايز يبقى حسن الصباح. فاهم قصدي؟ فعشان كده بقول لك لا، هي الارجيومنت فيها وجهه نظر تتقال. فاهم قصدي؟ بس انا مش عايز اتكلم في دي كالعيب. العيوب اللي انا عايز اتكلم فيها في الحشاشين هي نفس العيوب اللي احنا بنقولها من البدايه. السرد مش افضل حاجه حتى لو كان اتحسن. انا بلعت خلاص اللغه العاميه، عارف اللي هو زي ما انت بلعت عمر الخيام، عارف اللي هو ايه، شر لابد منه. خلاص بقى شر لابد منه، شر لابد منه. في ارك في القصه، او مش ارك، في مجموعه دلوقتي من الاركس اللي نفسي ان احنا نوصل لها في حته معينه. نورهان ويحيى، التايم جامبس اللي بتحصل دي ما كانتش مضايقاني اول مره، دلوقتي ضايقتني قوي. لان مبدئيا كده وش كريم عبد العزيز هو من اول حلقه. يا جماعه طب اي حاجه يا باشا سامي كريم تجعيدة. عبد العزيز، مش هو بس، كلهم. وبرزك امين، برزخ امين، برزك امين عنده 32 سنه، بقاله 20 سنه كده. ايه يا باشا، ايه يا باشا، جماعه الولدين كبروا، محمد هاني الولدين كبروا خلاص. الموهبه الصاعده، النجم الصاعد الواعد، مع ان الراجل نفسه الشاب الموهبه اللي بيعمل نفسه دور برزك امين تحفه. بس يا جماعه فكره ان هو وشه، طب بيض شعره يا اخي خلاص. الراجل هو برزك امين اللي كان يعني اي عوامل دي اي حاجه، نفس الكلام زيد بن سيحون حتى لو وحشه، نفس الكلام زيد بن سيحون. يحيى يا دوبك طلعت له ده الحمد لله. يا سيدي يا امهم اسمها ايه، نسيت اسمها ايه، ما طلعتش بعد الكبرى المره دي، فما اعرفش. لا بس بتكلم لا انت شفت حلقه النهارده؟ شفت حلقه النهارده؟ لا دنيا زاد ما طلعتش. ايوه برضه، ما احنا كنا بنتكلم عن فتره الحسين برضه، بس يا عم سيبك. طب الحسين قول ايه؟ ايه طب ما قعدتش شويه، ما ده يا عم اي حاجه تخرت خست ماشي. قول مثلا فتره الحسين دي باديه وهي عندها، يا سيدي نعتبر ان هم كانوا بيتجوزوا صغيرين، فنقول مثلا كان عندها 25 بقى عندها 32. يا عم ماشي. لا بس المره دي تاني جامب، دي تاني تايم جامب، بس هي الست ما بنتش فالله اعلم. بس يا دوبك يحيى طلعت له ده. 2 انت فاتح ارك مهم قوي ومش خد بالك بس قبل ما نخش على الاركس، انا عندي مشكله ان التايم جامب دي هي مش واحده، دي تاني واحده. يعني هي مش تايم جامب، لا الواحده فيهم مش واحده، يعني هي مش جامب واحده مره واحده هو كبير. هو بينط كذا نطه، انت لو ركزت قوي معاه، بس محتاج بقى تجيب القلم وتقعد مركز معاه، هتلاقيه بينط كذا نطه زمنيه، سنتين بس انت ما بتحسش بيهم من كتر ما السرد وحش، لحد ما بتشوف ابنه كبر فبتقول ايه ده؟ ايه ده 10 سنين. طب قول لي سنه كذا.
قول لي احنا سنه كذا دلوقتي. سيء السرد سيء بس ما علينا. بس الحمد لله بقى في كونفليكس، ما في صراحات. السرد سيء الحمد لله، اتحسن بقى وحش. هو كان زي الزفت، اتحسن بقى وحش. تمام ربنا كرم بقى يعني خلاص تمام. انا انت بقى ايه لو تغيرت على كام حاجه هتمشي الدنيا. انا دي مضايقاني الارك بتاع يحيى ونورهان. انا دلوقتي عندي مشكله كبيره قوي معاه. يمكن في الاول كنت بلعب، دلوقتي في ازمه كبيره قوي. يا جماعه هم دلوقتي بقالهم كذا سنه مع بعض في القلعه، ايه وهو عارف ان هي معاه في القلعه. نورهان ما كبرتش يا عم سيبك ان نورهان ما كبرتش يا عم، هي نورهان كانت عيله في الاول يا جدعان. فين الارك؟ غريب. الحته بقى اللي قفلت الحلقه تمثيل يحيى فيها كان كويس، لما قفل الحلقه وقال له انت كنت عامل مش عارف ايه وبتاع. هو ليه بيلعبوا كل ده؟ خلاص احنا هنا عندنا مرحله ان احنا حسن صباح بيلعبهم لمرحله ان احنا مش عايزين نموت يحيى عشان نورهان، عشان ده ارك مفتوح. دي كانت النقطه اللي كل جوانب القصه في الدنيا بتقول ان الارك ده لازم يتقفل، وتقفله بطريقه دمويه، هي انك تموت يحيى. ممكن مثلا تجيب له المفروض يحيى كان يموت. هو سايبه سبب، انا مش عايز اجيب النقطه دي لان انا مش عارف هو سايبه سبب ايه، بس هو سايبه في الاول عشان قصه يحيى ونورهان، فيبقى دلوقتي دي تاني يعني مره، دي تاني مره عيب بقى. تاني مره انت بتسيب يحيى عايش لتاني مره في موقف غير منطقي. انت بتسيب لا اولانيه انا بلعتها يا عم عشان يشوف ان احنا طيبين وولاد حلال، حصل خير. طب التانيه وانت عارف ان يحيى خانك، واصلا هو جايبها في ان هو عشان يضغط على زيد بن سيح ولا اي حاجه. هي دلوقتي ابتدت تهوي قوي وبقت باين ان انت سايبه عشان تفتح الارك بتاعه هو ونورهان، وبما انك عايشته المره الثانيه فانت بتقول لي رساله واضحه وصريحه ان انت هتجمعهم ببعض في الاخر حتى لو هتموتهم. خد بالك الارك هو ونورهان اصلا الارك دوت من اغبى ما يكون في الحكي. ليه بقى؟ لان الارك بيتبني على نقط بلوت، يعني نقط مهمه جدا، نقط بتلف الحكايه بتاعتنا. الارك ده لفه كبيره جدا. النقط دي الارك مبني على احداث المفروض ان هي مهمه وهي متخلفه جدا. يعني عايز اطلع بص على يحيى، شفت يحيى السنجل ارك اصلا بتاعهم مش وحش. يعني يحيى كارك شخصي كان يحيى عايز ينتقم ويلاقي نفسه في القلعه وبتاع. هجيلك استناني بس انا عايز استناني ماشي. استناني بس سيبك من النقطه دي. عايز اطلع شوف يحيى، فانزل فاقعد اقول لها شفت يحيى انا مستعد اموت دلوقتي، في واحده قاعده تحت هنا سمعانه، فهتروح تقول لها. احنا كده دخلنا في يوميات زوجة مفروسه. وخد بالك من حاجه، ده مستوى احداث يليق بمساتكم. خد بالك من حاجه، نورهان ينطبق على نفسه ينطبق على يحيى. نورهان كان المفروض تموت من بدري يا جماعه. الينار انت مطلعها لي اعنف بكتير من ان هي ماشيه بتدبح في الكل وبتيجي عند نورهان انت مكتوب لك عمر. ليه بخلصنا؟ لا اله الا الله. ده المره المليون. بجد مش فاهم. الارك بتاعهم عامه السنجل اركس بتاعتهم حلوه. البنت اللي اتخطفت ولقيت نفسها وسط الحريات ومش عايزه تكون وسطهم، وزي بتحكي لنا الانسايد بتاع وجهه نظر الحريات، ده حلو. الارك بتاع الجندي السلجوقي يحيى عبقري لوحدهم. قصه حبهم بقى دي لو نخلص من ابوها عشان بجد خلاص بقت بايخه. انا لان انت هقول لك على حاجه. الارك بتاع صحابه برضو لما تيجي تبص عليه كارك سب ارك يعني صغير كده هو برضو كويس. الارك بتاع اللي هو العنيف ده اللي هو كان بيقعد يشتم صاحبه وبعدين صاحبه مات. بعدين في مشهد وبجد عجبني لما كان بيقول له مين اللي علمك دي، قال له واحد صاحبي. وبعدين لما مات هي متوقعه قوي الشخصيتين اللي بينافسوا في بعض واحد فيهم هيموت، مفيش مشكله. برضو ارك اصحابه جوه لما جم في الاخر جابوهم، وحتى بعد كده زيد قال له ماتوا فاكرينك خاين. ايوه ليه؟ طب هو ليه ما نطقش؟ بعدين ايه المنظر ده؟ يعني عارف اللي هو ايه، حسن صباح دخل له ولعبه بتاع. ليكوا يا جماعه احنا هنا خرجنا بره منطقيه حسن الصباح اللي احنا عمالين نبني فيها ان هو حكيم وعاقل وراسي وبيلعب الناس كلها على الشناكل. لا هو ما نطقش. هو انت قلت ليه ما نطقش؟ هو ما نطقش. لا انا عارف هو ليه ما نطقش. لسه ليه حسن الصباح خدوا السكه دي؟ وبعدين بننط الجامب نلاقي ان هو دلوقتي خلاص بقى كبير المؤمنين، خلاص بقى من كبار المجاهدين. ايوه ده بقى حصل ده. يعني انا عارف ان هو لسه بيمكر، ده ان هو لسه مش تمام. ده تمهيد مش طبيعي لان يحيى يبقى لسه جوه القلعه، وان يحيى يبقى لسه هيشوف نورهان، وان يحيى لسه هينتقم. كل ده حصل ازاي؟ انا محتاج اشوف يحيى وهو بيقع، محتاج اشوف يحيى بعد ما اصحابه اتقتلوا، محتاج اشوف ده هيأثر عليه ازاي وهيخط ازاي وهيفكر ازاي وهيتحرك ازاي. مش مجرد تشوفه قاعد زي ما يكون لا مؤاخذه حد اغتصبه وقاعد على سور الحيطه عامل كده وبعد كده نتحرك لقدام والاقيه مره واحده بقى من كبار المجاهدين. ايه الهبل ده؟ قال لك انتوا كده خدت. لا ارك يحيى ارك ملائم. وارجع اقول تاني وهفضل اقول لحد ما المسلسل ده يخلص. لما انت بتنط القرف دوت ليه وبتيجي عند عمر الخيام وتشوف عمر الخيام؟ سيبك من قصه يحيى. عمر الخيام عايز يقول لك يا هروح يا مولاي اسرع في الدنيا زي يعني الكوره وهي بتسرع في مش عارف ايه.
انت يا مؤمن قررت كعيب تحكي ان قصه يحيى دي عمر الخيام وقصصه الهبله دي اهم من دي. ممكن على اهم من فكره قصه، اهم من ان انا اشوف يحيى بيحصل هقول لك على ازاي حاجه، يعني. ليتلي من كتر ما بشوف عمر الخيام بجد بقيت عندي احساس زي ما يكون شبه اكيد ان هو اكيد ما بيحكيش كل ده عشان عمر الخيام في الاخر هيموت عادي. يا جماعه لازم هيكون له اي اوكس انبوت. يا باشا، انا انت بقول انت لك انت عمر انت الخيام قضيت سكرين تو ماتش جاي سكرين تايم. يمثل فكره. اي عمر الخيام ماشي، جاي يمثل وجهه نظر وخلصنا. بس وجهه النظر دي هتبقى وجهه نظر البريئه اللي عارف انت كده ايه، زي اللي هو مصر في الحواديت اللي هي ست وكلهم بيجوا يعتدوا عليها في الاخر، هو هيبقى الحد ده في الاخر. يعني والله نفسي بهزر. اشوف له اي داعي درامي، لان هو بجد الموضوع سخف قوي في تو ماتش عمر الخيام وتو ماتش من. وبجد نيكولا معوض مش حلو في عمر الخيام من الاخر بقى يا جماعه. انا لا، نيكولا معوض كويس، انا ما عنديش مشاكل لا معاه، مش وحش هقول في وحش عمر هو عبقري الخيام، بس. وحش في عمر الخيام. نيكولا لا معوض. انا مش مضايق، انا الشخصيه مضايقاني، هو مش مضايقني، او يمكن يكون انا الشخصيه مضايقاني انا مش مركز معاه، ما اعرفش. انا بس بالنسبه يعني لي الاثنين كباكج كده، انا لا شاري عمر الخيام ولا شاري نيكولا معوض في عمر الخيام، هو باكج وحش سكه يعني. انا اخر حاجه عايز اقول على الحشاشين قبل ما اقفل، عايز اعيد الجمله لان الجمله دي مهمه، يعني هي الحاسه دي بتلخص كل حاجه بنتكلم فيها. انت يا معلم بصيت على قصه يحيى بعد ما اصحابه ماتوا، وبعد ما هو دلوقتي بقى عليه الحمل النفسي ان هو وقف شاف حادثه صعبه جدا زي دي، وقررت ان انا مش المفروض ومش مهم ان انا اشوفه بعد ده، واشوف ده هيأثر عليه ازاي، واشوف هو هيتحرك ازاي، واشوف هو هيترقى لكبار المجاهدين ازاي، ونطيت النطه دي عشان توصل لان يحيى بقى من كبار المجاهدين، وكل اللي بين ده في النص انت قررت انه مش مهم. بس عمر الخيام واللي معاه مهم جدا طبعا، لازم يعني نقعد بقى انا نتفرج عايز على اقول لك عمر ان الخيام. صهبان عاجبني اكتر بكتير من عمر الخيام. يا ام الاثنين لا يا صهبان. باشا، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بقول بقول لك ما ايه علينا. صهبان دمه خفيف فشخ بامانه يا بقى. عم ما علينا. صهبان يا دمه عم ما خفيف. علينا. بس كده يا جدعان، اه. انت نشوفكم الاسبوع الجاي، انت ناوي الحلقه ناوي الجايه. تبتدي حاجه تانية من المسلسلات ولا انت هتكمل كده؟ لا انا لا الصراحه، موست بروبلي هكمل على الريتم اللي انا ماشي عليه ده. انا الدنيا عندي ملخبطه جدا الحقيقه، الدنيا عندي في حياتي كشخصيه انت شخصيا قلت يعني لي في احكي لك الدنيا ملخبطه جدا. ف نشوفكم الاسبوع الجاي. في الاسبوع الجاي خلاص هيبقى ده بودكاست كان نهايه رمضان. بودكاست نهايه رمضان، وبعد رمضان ان شاء الله يبقى في شغل كويس هيبقى في هيعجبكم مفاجاه في حلوه ان شاء البودكاست. الله. عايز اقول بس حاجه سريعه كده، انا هقولها برضو كل مره عشان الناس تسالني عليها، في ناس تكتب لي في الكومنتات. حلقاتي انا كشهاب في الحلقات اللي بعملها، انا دلوقتي بمر بظروف صعبه جدا، ادعوا لي. الاستوديو دوت تقريبا بيودعه، انا مضطر اعزل، ومضطر اعزل لمكان تقريبا قاعد في علبه سردين. يعني انا قاعد في اوضه في علبه سردين تقريبا، اللي عايزين اللي اعزله دوت، لان ايجار وغلا ولندن وبتاع مش عارف ايه. المهم يعني ان انا لمده كام شهر الجايين دول يعني صعب جدا اطلع حلقه. فعشان كده احنا ملتزمين بالبودكاست في رمضان، وغالبا بعد رمضان هنلتزم بالبودكاست شويه. هحاول اطلع حلقات في النص لو قدرت، بس سامحوني على الظروف اللي انا فيها، انا مش قادر اطلع حلقات، مش قادر اكتب، مفيش مساحه اقف واحط استوديو واصور سكتشات واحط جرين سكرين واعمل الكلام ده كله، ومش عايز اطلع حلقات متكروته، فسامحوني على وبالنسبه النقطه دي. لي و انا برضو عشان ما حدش سالني بصراحه بالنسبه انا ما حدش سالني، بس يعني لو حابين تعرفوا فانا ان شاء الله ناوي اعمل ريفيو لافلام العيد، يبقى متاكد ان انتوا عاملين سبسكرايب يعني. انا افلام العيد مش هتنزل عندي، فبودكاست افلام العيد غالبا هنستضيف حد يجي يتكلم مع نصر، وانا هقعد عامل كده، بتحرق لأن أفلام العيد ما ليه بتنزلش بتحرق عندي. ليه؟ ما انا قلت حد يا ريس بقى، ان شاء الله نشوف ماشي نستضيف مين برضه. ماشي عايز اوكي. عارفين اصلا يعني. انا المهم عارف، انا ده كان عامه بودكاست عارف. حنيكه سينمائيه فارغه، حنيكه فارغه، فما حدش يحزق معانا يا جماعه، يا عم اسمه حنيكه فارغه، فارغه، انا بقول لك فارغه، الكلام ده ملوش معنى، ريح دماغي. ونشوفكم الاسبوع الجاي. يلا بس كده، سلام. سلام. باي. سلام.